بيبدأ الأنمي مع يوتا اللي بيكون شاب في مرحلة الثانوي وبيكون في المطبخ بيعمل الأكل وبيدخل عليه أبوه وبيصدمه إنه عايز يتجوز تاني. فيوتا بيتصدم ويقول هي مين وعرفتها منين؟ فأبوه بيقول إنه كان في يوم كان شارب فيه كتير وما كانش عارف يمشي، فالمدير بتاعه خلاها توصله للبيت. فيوتا بيتصدم ويقول بس ممكن تكون نصابة. فأبوه بيقول لأ، أنت هتتعرف عليها النهاردة، وبالمناسبة هي عندها بنت في نفس عمرك. فيوتا بيقول الموضوع ده مش مرتاح له خالص، ولكن بيشوف إن أبوه فرحان فبيوافق إنه يروح معاه. وفعلا بعد ما يوتا بيخلص الشغل بيروح مع أبوه علشان يقابلها، فبتعرفهم بنفسها إن اسمها أكيكو، وبتقول ليوتا أسفة لو كنت عطلتك عن شغلك أو حاجة. فبيرد عليها ويقول لا عادي أنا خلصت أصلا، بالمناسبة أنا اسمي يوتا. بعدها أكيكو بتقول لبنتها إنها تعرف عن نفسها، وفعلا بنتها بتعرف عن نفسها وبتقول أنا اسمي ساكي وفي تانية ثانوي ومبسوطة إني اتعرفت بيكو. فيوتا بيقول لأبوه هي في نفس عمري بالظبط ولا إيه؟ فأبوه بيقول له لا أنت أكبر منها. وبعدين بيقعدوا سوا شوية، بعدها يوتا وساكي بيتمشوا سوا، وساكي بتقول بما إننا هنعيش سوا كنت قلقانة لتكون غريب الأطوار بس طلعت طيب. فيوتا بيهزر معاها وبيقول هما كده السفاحين بيكون شكلهم طيب. فبتقول أنا سمعت إنك بتشتغل علشان الكلية صح؟ فبيقول لها أيوة بشتغل في مكتبة. بعدها ساكي بتقول أنا عايزة أقول لك حاجة قبل ما حد يجي. فبيبدأ يوتا إنه يتوتر، فهي تقول له بطريقة كلامك وطريقة تصرفاتك أظهرت إنك فعلا طيب وإنك هتفهم اللي أنا عايزة أقوله. أنا مش عايزة حاجة منك وإنت مش عايز حاجة مني صح؟ إحنا مجرد اتنين هيبقوا إخوات صح؟ فبيسكت يوتا شوية، فبيقول لها أيوة إحنا مجرد إخوات بس. فبتشكره ساكي وتقول عايزة منك كمان حاجة، مش عايزة أي حد يعرف إننا إخوات. فبيستغرب يوتا منها لكنه بيقول حاضر مش هقول لحد. وبعدها بيروحوا يقعدوا مع أهاليهم تاني. بعدها بكام يوم بيكون يوتا وأبوه بينضفوا البيت علشان أكيكو وساكي هيجوا يعيشوا فيه، وفعلا بعدها بكام ساعة بيوصلوا وبيكون معاهم هدايا كتير. بعدها يوتا بيوصل ساكي لغرفتها وبيسألها لو هي حابة تغير أي حاجة في الغرفة، فهي بتشكره إنه استقبلها في بيته هو وأبوه. بعدها بكام يوم يوتا بيشوف ساكي وهي بترتب هدوم المدرسة بتاعتها، لكنه بيلاحظ إنها في نفس المدرسة بتاعته. فبيسألها يوتا لو هي في المدرسة اللي هو فيها، فبتقول أيوة مدرسة سيسي. فبيقول لها متقلقيش أنا هحاول على قد ما أقدر إني مش هخلي حد ياخد باله إننا نعرف بعض. بعدها يوتا بيروح الشغل وزميلته بتقول له إن في ريحة بنت طالعة منه، إيه سببها؟ فبيقول لها مفيش أي ريحة. فبتقول له لأ في ريحة بنت جاية منك، شكلك كنت قاعد مع بنت ومش عايز تقول لي. فبيضايق يوتا منها وبيمشي. فبتعتذر له زميلته وبتقول أنا بهزر معاك، أنا عارفة إنها ريحة أختك الجديدة اللي حكتني عنها. فبيقول لها يوتا إنه مش عارف يتعامل معاها، فبتقول له زميلته إنه لازم يعاملها طبيعي علشان ما تحسش إنها تقيلة عليه. فيوتا بيقول لنفسه فعلا ممكن تكون حاسة إنها تقيلة عليا بسبب أسلوبي وطريقة كلامي الرسمية. بعدها بيروح يوتا لبيته وبيلاقي ساكي قاعدة، فبيسلم عليها بس هي بتقول له أسفة بس أول مرة حد يجي من بره ويسلم عليا، فمش عارفة أرد أقول إيه لأن دايما أمي كانت بتيجي البيت لما أنا بكون في المدرسة، وبعدها بتروح الشغل لما أنا بروح البيت، ودي كانت حياتنا. فبيقول لها يوتا إنهم منسجمين جدا مع بعض. فبتقول له ساكي لما رحنا علشان تجيب الهدايا كانت أول مرة نخرج مع بعض من فترة طويلة. بعدها بيوم بيصحى يوتا ويقابل ساكي اللي بتكون بتجهز نفسها علشان تروح المدرسة، وبتقول له صباح الخير يلا علشان ما نتأخرش على المدرسة. وفعلا بيروح المدرسة وبيكون واقف باصص عليها طول الوقت. فبيجي صاحبه مارو ويسلم عليه ويقول له أنا ماليش دعوة بالحب والحاجات دي بس حاول إنك تبعد عن البنت دي. فبيقول له يوتا لا مفيش حاجة بيني وبينها. فبيقول له لا أنا قصدي اتجنبها وابعد عنها، البنت دي مش كويسة. فبيستغرب يوتا ويقول له ليه في إيه؟ فصاحبه بيقول له إنه سمع إشاعات بتقول إن البنت دي بتعمل حاجات مش كويسة وإنها بتبيع جسمها. فبيتصدم يوتا ويقول له أنت قصدك على مين؟ فبيقول له قصدي البنت اللي أنت كنت بتبص عليها اللي شعرها أصفر ولابسة سماعات في ودانها وعندها نظرة في عينيها بتخلي كله يبعد عنها، وفي ناس شافوها وهي خارجة من فندق الحب اللي كله بيقول إن الفندق ده السمعة بتاعته وحشة. فبيقول له أنت عمرك ما كنت بتصدق الإشاعات يا مارو. فبيقول له مش مجرد إشاعات، حتى واحد صاحبي طلب إنه يخرج معاها. فردت عليه وقالت له زي ما أنت شفت في الإشاعات أنت عارف إن سمعتي مش أحسن حاجة فخليك بعيد عني. فبيتصدم يوتا من اللي بيسمعه. بعدها مارو بيقول له إيه أخبار أختك الجديدة؟ أنا سمعت إنها لسه جاية بيتك قريب. فبيتوتر يوتا وبيقول له يلا نغير هدومنا علشان حصة الألعاب. وبعدها فعلا بتبدأ حصة الألعاب. فبيروح يوتا لساكي ويسألها مش هتشاركي معاهم؟ فبتقول له أنت ليه واقف جنبي؟ إحنا اتفقنا مش هنتكلم في المدرسة. فبيرد عليها إنه كان قلقان لتكون تعبانة علشان كده مش هتلعب. فبتقول له هيبدأ الأخ الكبير إنه يقلق على أخته الصغيرة. فبيقول لها مش قصدي كده بس أنا مستغرب إن إحنا اشتركنا في نفس الرياضة مع بعض. فبتقول له إن صديقتها مايا قالت إنهم لازم يكونوا سوا بس ده مش السبب الوحيد. وبتسأله أنت بقى ليه اخترت التنس؟
فبيقول لها مش سبب مهم يعني. فبتقول له أنا كمان سببي التاني مش مهم. فبيكون عند يوتا فضول إنه يعرف سببها التاني. فبيقول لها سبب إني جيت التنس هو إنه هنا مش بنعتمد على حد أو حد يعتمد علينا، كل واحد في حاله. إيه بقى السبب التاني؟ فبترد عليه إنه يعتبر نفس السبب بتاعه، لأنها كمان مش بتحب تكون مع مجموعة أو فريق، بتحب تكون لوحدها. فبيسألها لو كان في حد من زميلاتها بيتنمر عليها وده اللي بيخليها لوحدها. فبتقول له لا، أنا بحب أقضي الوقت مع نفسي لأن ده بيطور من نفسي. فبيسألها لو كان ده السبب اللي هي بتحط السماعة في ودانها على طول. فبترد عليه وبتقول له أيوة. بعدها بيرجع البيت وبيلاقي أكيكو مجهزة الأكل، فبيشكرها يوتا وبيقول لها آسف لو ده كان مأخرك عن الشغل. فبتقول له عادي ولا يهمك. بعدها بتودعه. بعدها بيدخل يذاكر وبتدخل عليه ساكي وبتفتح النور وتقول له تعرف أي شغل بيقدم رواتب غالية بس يكون ساعة ساعتين بالكتير، علشان أنا زي ما قلت لك بحب أكون مع نفسي، فتفتكر ده ممكن؟ فبيقول لها بصراحة اللي بتقوليه ده صعب يكون موجود. فبتقول له يبقى للأسف هكمل في حوار البيع. فبيتصدم يوتا ويقول لنفسه هي الإشاعات طلعت صح ولا إيه؟ فبتقول له إنها قرأت في كتاب إنها لازم تبيع نفسها عشان تكسب فلوس كتير. فبيقول لها بعتذر على سؤالي ده، بس مش المفروض تهتمي بجسمك أكتر من كده. فبتقول له أنا بعمل كده فعلا علشان كده هستغله وأكسب منه فلوس. فبيقول لها تفتكري هتقدري تقولي الكلام ده قدام والدتك؟ فبتقول له أيوة عادي، وفي الغالب هتكون فخورة بيا. فبيقول يوتا لنفسه إيه العيلة المجنونة دي؟ فبتسأله مش أنت والدك كان فرحان لما أنت عملتها أول مرة؟ فبيستغرب يوتا منها ويقول أنا عمري ما بعت جسمي. بعدها تقول له مش أنت قلت إنك بتشتغل علشان مصاريف الكلية؟ وطلع إنها أصلا مش قصدها تبيع جسمها ولا حاجة، طلع قصدها إنها هتشتغل بجسمها يعني تتعب في الشغل. بعدها بيعتذر يوتا جدا عن سوء التفاهم، فهي تقوله عادي أنا متفهمة الوضع وعارفة إن الناس شايفاني بالطريقة دي عشان طريقة لبسي، بس ده يعتبر السلاح بتاعي اللي بيخليني أنجو من المجتمع. أنا سمعت ناس كتير في حياتي بيقولوا كلام مش أحسن حاجة على أمي، إنها واحدة شكلها حلو ومتعلمة ومش متجوزة، إيه بيخليها تخرج في الوقت ده كده؟ فبيرد عليها إنهم مجرد ناس عقلها مقفول. فهي تقوله بالظبط لما بنت تكون ذكية ومش جميلة يقولوا إنها مثقفة زيادة عن اللزوم، لكن لو بنت غبية بس شكلها حلو فبيقولوا إنها بتستخدم جسمها للمال بدل من عقلها. ولو بنت اعتمدت على راجل يقولوا إنها ملهاش لازمة من غيره، ولو عاشت لوحدها يقولوا إنها فاشلة ومفيش راجل بيعبرها. فبتقول له ده السبب اللي بيخليني ألبس كده، عشان عايزة يكون ليا مظهر حلو لافت بس في نفس الوقت أكون مثقفة في الدراسة عشان محدش يعرف يقول عليا حاجة. فبيقول لها أنت راضية على ده؟ فبتقول له أيوة طالما بثبت إنهم غلطانين فما عنديش مشكلة. فيقول يوتا لنفسه هما مين دول اللي هي عايزة تثبت إنهم غلطانين؟ فبتقول له أنت زيي برضو صح؟ فبيقول لها بصراحة أنا مش شجاع زيك. فبتقول له طالما مش بتحب حد يعتمد عليك أو تعتمد على حد تبقى أنت كده شجاع لأنك بتحب تواجه لوحدك. فبيسألها لو ده هو السبب اللي هي عايزة تشتغل علشانه، إنها ما تعتمدش على حد. فهي تقول له بالظبط. فبيقول لها خلاص تمام، لو هعرف أجيب لك معلومات عن الشغل هكلم زميلتي في الشغل وأشوف لو عندها أفكار. فبتشكره ساكي وتقول له بس أنا مش عايزاك تعمل كل حاجة كده. فبيقول لها خلاص عندي فكرة، عايزك تعملي لي الأكل ده كل يوم. فتقول له أنت كده بتعترف بحبك ليا ولا إيه؟ فيقول لها لأ مش قصدي كده، بس اعتبري إنك بتدفعي لي حق إني أجيب لك معلومات عن الشغل طالما مش عايزة تعتمدي عليا. فبتشكره ساكي وتقول له هبدأ أعمل الأكل ده من بكرة. بعدها بيوم بيصحى يوتا ويلاقي ساكي بتعمل الفطار، فبيقول لها إنه متفق معاها إنها تعمل العشاء بس. فهي بترد عليه إنها متعودة إنها بتدي أكتر ما بتاخد. بعدها بيقعد هو وأبوه وياكلوا وبيشكرها أبوه جدا على الأكل. بعدها بيروح يوتا الشغل وبيكون بيقرأ كتاب عن كسب المال. فبتعدي عليه زميلته وتقول له ما كنتش أعرف إنك مهتم بالتحسن الذاتي. فبيرد عليها إنه عايز يستقر بنفسه بعد المدرسة، فبيشوف أي حاجة تكسبه فلوس، وبما إن عنده أخت فلازم يعيش لوحده لأن البيت مش هيكفيهم هما الاتنين. فبتقول له إن وجود أخته معاه دي حاجة حلوة، لأنه لو معرفش يعتمد على نفسه هيلاقي شخص تاني يعتمد عليه عادي. فبيسألها إنه ممكن يكون تقيل عليها. فبتقول له مش شرط كل حاجة تتعلق بالفلوس، أهم حاجة إنك تلاقي شخص تتعلق بيه. بعدها بيروح يوتا البيت وبياكل مع ساكي وبيقول إنه لسه بيدور على معلومات عن الشغل، وقال كل الكلام اللي زميلته قالته. فبتقول له ما كنتش أعرف إن عندك زمايل قريبين منك كده، بس أنا آسفة أنا لسه عند رأيي إني عايزة الاستقرار مع نفسي. بعدها بيوم بيكون يوتا وساكي رايحين المدرسة مع بعض، ولكن لسوء الحظ ساكي وهي بتعدي الطريق بيكون في شحنة بتيجي ناحيتها، لكن لحسن الحظ يوتا بيلحقها وبينقذها على آخر لحظة. بعدين بيروحوا المدرسة وبيكونوا في حصة الألعاب، وبيفضل يوتا طول الوقت مركز على ساكي وبيلاحظ إنها بدأت إنها تنسجم مع البنات وتلعب معاهم. بعدها الحصة بتخلص علشان الدنيا بدأت تمطر وكل واحد بيكون ماسك شمسية، لكن ساكي الوحيدة اللي مش بيكون معاها. فبيلاحظها يوتا وبيروح يديها الشمسية بتاعته وهو بيمشي في المطر. بعدها بيروح يوتا البيت وبيدخل يستحم،
وبيفضل يفكر في ساكي، وبنلاحظ إنه بدأ يعجب بيها. وبعدها بيخرج يوتا وبيلاقي إن ساكي جات البيت هي وصاحبتها مايا، فبيسلم عليهم وبيقعد معاهم شوية. بعدها مايا بتمشي وساكي بتعتذر ليوتا إنه طلع ولقى مايا موجودة، فبيقولها يوتا عادي ولا يهمك، ده بيتك برضه. وبتقوله إنها فضلت تتصل بيه على تليفون البيت لكن هو ما كانش بيرد، فبيقولها إنه ممكن يكون التليفون رن وهو بيستحم. وبتقوله إنها قالت لها إنك أخويا علشان هي شافتنا وإحنا بنتكلم في المدرسة وشافتك وإنت بتديني الشمسية، فبيعتذر لها يوتا ويقولها إنه لازم ياخد باله. بعدها بتقترح عليه إنها تاخد رقمه وتكلمه من التليفون الخاص بيه، فبيوافق يوتا وبيديها رقمه. بعدها بيوم بيكونوا كلهم قاعدين بيفطروا وبيفضلوا يتكلموا شوية مع بعض. بعدها بيكون يوتا رايح المدرسة لكن ساكي تقوله استنى هاجي معاك، فبيستغرب يوتا لأنهم دايما مش بيمشوا سوا. بعدها بتجيب الشمسية بتاعتها وبتمشي معاه وتقوله أنا آسفة إني خليتك تمشي امبارح من غير شمسية، فبيقولها يوتا عادي، فبيقولها عادي ولا يهمك. بعدها يوتا بيقول لها إنه لاحظ إنها بدأت تنسجم مع البنات وتلعب معاهم، فبتقوله بحاول أتقرب منهم على قد ما أقدر ومايا بتساعدني في الكلام معاهم. بعدها بيوصلوا المدرسة وبيكونوا في حصة الألعاب. مش عارف إيه المدرسة اللي كل يوم بتكون حصة ألعاب دي، ما علينا. بيلاحظ يوتا إن ساكي قاعدة لوحدها، فكان بيفكر إنه يروح يتكلم معاها لكن مايا بتيجي وتقوله أهلا بالأخ الكبير، فبيقولها يوتا اهدي شوية إحنا في المدرسة. فبيسألها هي ساكي مالها، فبترد عليه إنها كانت كده من الصبح. بعدها بيروح يوتا وبيبعت رسالة لساكي ويسألها لو في حاجة حصلت لكن هي مش بترد. بعدها بيروح يوتا البيت وبيبدأ يذاكر لكن بتجيله رسالة من ساكي وهي بتقوله إن مفيش حاجة حصلت. بعدها بيقعدوا ياكلوا سوا وبيقولها يوتا إنه للأسف ملقاش شغل ليها، فبتقوله عادي أكيد مش هتلاقي شغل بالسرعة دي، فبيقولها إنها كده بتعملوا الأكل على الفاضي، فبتقوله إنها بتكون مستمتعة وهي بتعملوا الأكل. بعدها بتدخل تستحم وتحط مكياج وبعدين بتقفل أنوار البيت وبتدخل ليوتا. بعدها بنشوف فلاش باك لأول يوم هي جت فيه البيت وبتقول إنها حست بالأمان أول ما دخلت البيت، وبتقول إنها أول ما اتعرفت عليه عرفت إنه مختلف مش زي باقي الولاد، مع إنها كانت متضايقة منه لما صدق الإشاعات اللي بتتقال عليها، لكن هو أول ما تكلم معاها فضل يعتذر لها إنه صدق الإشاعات. بعدين بتقول إن لما مايا جات فضلوا يلعبوا سوا وأول مرة تكون مبسوطة كده وواضح إنها كمان معجبة بيه. لكن بعدها يوتا بيغطي جسمها وبيقولها إن اللي بتعلمه ده غلط وإنها بتأكد الشائعات اللي بتتقال عليها، فبتعتذر له ساكي وبتقوله إنها كانت مفكره إنه كان بيفكر بالطريقة دي، فبيقولها يوتا إنه عمره مفكر بالطريقة دي. بعدها بتقوله إن أول ما شركة أبوها فشلت اتحول من شخص طيب لشخص مش بيثق في الناس، وطول الوقت كان بيقول لأمها إنها بائعة هوا، وبتقوله إنه كان بيقول كده غصب عنه لكن ده مش سبب إنه يقول كده عليها. وبيقول إنه يعتبر حصل له كده برضه لأن لما أمه خانت أبوه ما بقاش بيثق في الناس. فبتقول إن في حاجات كتير مشتركة بينهم، فبيرد عليها إنهم هيتخطوا كل الأزمات دي مع بعض كأخ وأخت. وبنلاحظ إن ساكي بتكون حزينة أول ما هو بيقول كده لأنها معجبة بيه، لكن بعدها بتقوم وتقوله هنتخطى الأزمات كأخ وأخت، لكن بتقول لنفسها إنها لو عملته كأخ ليها هتعتمد عليه في كل حاجة وهي مش عايزة كده. بعدها بيوم بنشوف يوتا وهو ماشي وبيقول أياسي دي شخصيتها مريبة، في يوم وليلة بقينا إخوات بقالنا شهر عايشين سوا علشان أهلنا يطلقوا، لكن مش عارف أنسجم معاها، شايفها مجرد غريبة عايشة في بيتي، لكن حاسس إن في حاجات كتير مشتركة بيننا. كل ما أفكر في طبيعة العلاقة بتاعتنا مش بلاقي إجابة، هل إحنا إخوات فعلا ولا ممكن نكون حاجة تانية؟ في نفس الوقت بتكون أياسي قاعدة مستنياه وبعدها فعلا بيدخل عليها ويسلم عليها، لكن هي بتقرب منه مرة واحدة وتقوله علمني الأدب المعاصر، وبتطلع إنها ساقطة في الامتحان. بعدها بيقعدوا سوا وبيسألها يوتا هي جابت كام، فترد عليه إنها جابت 30، لكن هي كانت متوقعة ده في الامتحان ده لأنها فاشلة في الأدب، فبيرد عليها إنها شاطرة في باقي المواد، فبتقوله إن الأدب بيشمل المشاعر والشخصيات وهي فاشلة في الحوار، فبيقولها إنه شايفها عكس كده. بعدها بتقوله إنها لو كل شوية سقطت هتروح مدرسة في الصيف وهي مش عايزة تروح المدرسة في الصيف لأنها هتكون بتشتغل، فبيعتذر ليها إنه للأسف لسه ملقاش شغل ليها لحد دلوقتي، فبترد عليه إنه ميعتذرش لأن ده مش ذنبه، وبتقول أنا حاسة أصلاً إني بستغلك، فبيقترح عليها إنه هيساعدها في الأدب، فبتشكره وفعلاً بعدها بيقعدوا سوا. بعدها بيشوف يوتا الامتحان بتاعها وبيلاقي إنها بتجاوب صح بس في جزء المشاعر بتجاوب غلط، فبتقوله زي ما قلت لك مش بفهم في المشاعر لأن الرواية مليانة مشاعر وهي مش بتحب كده، وتقوله أنا بحب الصراحة يعني اللي يحب حد يقوله على طول، وطبعاً الكلمة بتنزل على يوتا زي الصاروخ، فبيقولها طب تعالي نلعب لعبة ودي هتساعدك، قوليلي مثلاً إمتى أول مرة حبيتي فيها حد لدرجة إنك كنتي متشتتة بسبب التفكير فيه؟ فبتفكر شوية وتقوله إنها عمرها ما حبت حد. بعدها بتسأله لكن هو بيرد عليها إنه برضه ملوش في الحب، وطبعا إحنا عارفين إنهم الاتنين بيكذبوا، ما علينا. بعدها هي بتقوله شفت يعني أنت أهو مش بتفهم في الحب وبتنجح في الامتحان، يبقى ملهاش علاقة بالمشاعر،
فهو مش بيعرف يرد عليها. فبيقولها خلاص انت شاطرة في التاريخ، اربطي الرواية مع التواريخ. فهي بتقوله هحاول أعمل كده وشكرا على تعبك معايا. بعدها بتقوم تمشي وبتكون مبسوطة جدا. بعدها بيوم بتكون أياسي قاعدة بتذاكر وبيصحى يوتا، فعلى طول بتقوم علشان تعمله الفطار، لكن هو بيمنعها ويقولها كملي مذاكرة ومالكيش دعوة بيا بما إني المدرس بتاعك فعايزك تنجحي. فبتشكره أياسي وبتكمل مذاكرة. بعدها بيروحوا المدرسة وبيكون يوتا قاعد على التليفون، وبتكون مايا بتتصنت عليه وتروح عنده وتقوله عامل إيه يا أخويا الكبير. فبيقولها يا بنتي اهدي شوية، إحنا في المدرسة. فبتقوله الريحة بتاعت أياسي بتعمل إيه في التيشيرت بتاعك؟ فبيقولها كفاية هبل، إحنا عايشين سوا فأكيد الريحة بتاعتها هتكون عندي، أنت مالك نشيطة كده ليا؟ فبتقول إنها خلصت الامتحانات وعندها طاقة كبيرة. فبيسألها أنت ما عندكيش اختبار إعادة؟ فبتقوله لا أنا خلصت كله، أنا الأولى على الفصل أصلا. فبيقولها عايز أطلب منك طلب، أنا عايز طريقة تساعد أياسي على المذاكرة. فبتبص له مايا وتقوله أكيد طبعا أنت عايز تساعدها. فبيقولها يوتا أنت قصدك إيه بالظبط؟ فبتقوله بهزر معاك، ما علينا خليها تسمع موسيقى، دي الحاجة اللي بتخليني أعرف أذاكر. فبيشكرها يوتا وبعدها بيروح الشغل وبيكون متضايق. فبتسأله زميلته هو متضايق من إيه؟ فبيقولها النهاردة نهاية الأسبوع يعني هتلاقي زبائن كتير فهيكونوا مزعجين ومش هيعرف يركز. فبتقوله تركز في إيه بالظبط؟ فبيقول لها يوتا مفيش حاجة، أنت أكيد برضو بتضايقي من الزبائن زيي. فبتقوله اسكت علشان المدير هيسمعك، أنا زهقت أصلا من معاملة الناس ليا في الكلية. بعدها بتقوله أنت الوحيد اللي بتفهمني الصراحة. فبيقولها بطلي تتصرفي بغرابة، كفاية واحدة غريبة في البيت. بعدها بيخلص اليوم ولسه بيودع يوتا زميلته. فبيقولها مالك في إيه؟ لكن بيلاقيها مش قادرة تتحرك من كتر الشغل. فبيقولها مالك في إيه؟ فبتقول إن المكان كان زحمة والتكييف ما كانش شغال كويس والزبائن مش مبطلين إزعاج. فبيقولها شفتي زي ما قلت لك. بعدها بيمشي يوتا لكن هي بتناديله وتقوله إيه كان شاغل تفكيرك طول اليوم؟ تعال ناكل سوا واحكي لي مغامراتك مع أختك. فبيقولها مفيش مغامرات، كنت عايز استشيرك في حاجة، أنا كنت عايزك ترشحي لي موسيقى تساعد أياسي عليا المذاكرة. فبتقوله القعدة دي عايزة شوية أكل علشان أعرف أفكر. وفعلا بعدها بتجيب أكل ويقعدوا ياكلوا وتقوله أرشح لك الموسيقى دي بسمعها دايما وأنا بشتغل، وبتديله السماعة وبتشغله الأغنية وفعلا بتعجبه. بعدها بيروح يوتا البيت وبيخلي أياسي تسمع الأغنية وبتعجبها جدا وتقوله أنت عرفتها منين؟ فبيقولها إن زميلته في الشغل هي اللي جابتها له. فبتقوله دي اللي انت خليتها تدور لي على الشغل صح؟ فبيرد عليها انها هي نفسها. فبتقوله شكلها بتسمع كلامك في كل حاجة، شكلها معجبة بيك. فبيستغرب منها ويقول ليه بتقولي كده؟ فبتقوله بيهزر معاك، بالمناسبة اشكرها نيابة عني. بعدها بيقولها يلا ادخلي نامي علشان تصحي بكرة الصبح وتذاكري قبل المدرسة. فبتقوله حاضر وبتقوله شكرا على تعبك معايا. وبعدها بتدخل تنام. بعدها بيوم بتكون أكيكو بتعمل الفطار ويوتا بيصحى وبيروح يقعد مع أبوه، وبعدها بتديهم أكيكو الفطار وبيقعدوا يفطروا، لكن ساكي مش بتروح تفطر معاهم. فبيسأل يوتا لو ساكي كل ده نايمة لأن دي مش عادتها. فبترد عليه أكيكو إنها سهرت طول الليل امبارح بتذاكر وأنا حاسة إن هيجيلها نزلة برد بسبب إنها بتنام والتكييف بيكون شغال. بعدها بيروح يوتا الشغل بتاعه وبيكون جاي لهم كام كتاب جديد. بعدها بتروح زميلة يوتا لعنده وتسأله هو في نسخة تانية من الكتاب ده؟ فبيقول في نسخة واحدة كمان، بالمناسبة الرف مش هيكفي، تحبي يعملهم بشكل عمودي؟ فبتقول لا ما تعملش كده. فبيقول ليه هو الكتاب ده بتحبيه؟ فبتقوله ده معمول منه فيلم بيكون عبارة عن إن في منتصف الليل بتكون في بنت بتعزف على الكمان، لكن بيجي ناس من الماضي ويطاردوها لكن بيكتشف لغز عن الكمان. فبتروح البنت وحبيبها في رحلة عبر الزمان والمكان واتباع من الكتاب 2 مليون نسخة. فبيقولها الكتاب شكله حلو الصراحة، طب تحبي في إننا نحطهم ونخلي الجانب يكون بره؟ فبتقوله تمام. بعدها بيسألها ويقول هو الفيلم لسه بينعرض؟ فبتقول آخر يوم عرض ليه بكرة وبعدها هيحطوا أفلام تانية. فبيقول للأسف هيكون عندي شغل. فبتقوله بالمناسبة تحب نروح نتفرج النهاردة؟ فبيستغرب منها يوتا ويقول طب والشغل؟ فبتقول أنا هخلص الساعة 8، أنت كمان هتخلص 8 صح؟ فبيقول فبتقول كويس هنروح بعد الشغل، إحنا هنستمتع قوي النهاردة. فبيسألها يوتا هم هيشوفوا الفيلم بس صح؟ فبتقول يا عم متقلقش مش هنتأخر، انت بس متنساش. فبيقول خلاص تمام هتصل بأبويا واعرفوا اني هروح البيت متأخر. فبتقول شاطر، اخيرا تلميذ الثانوية الكئيب اخيرا هيستمتع بوقته. فبيقول متعمليش نفسك كبيرة، انت لسه يعني في الكلية. فبتقول لا تفرق يا حبيبي، انا طالبة جامعية مش طالبة ثانوي. فبيقول خلاص اخرسي. بعدها بيتمشوا سوا وتقول انت نسيت تتصل بحد معين وتقوله انك خرجت؟ فبيقول لا انا اتصلت بابويا. فبتقوله لا قصدي شخص اهم من ابوك. فبيقول قصدك مين؟ فبتقوله قصدي اختك الصغيرة، مش هي ممكن تقلق عليك؟ فبيقول لا متقلقيش. بعدها بيروحوا السينما وبيسألها يوتا ويقول تحبي اجيب ايه؟ فبتقوله هات فشار وسبيرو سباتس علشان المقاطعة. بعدها بيقول
تحبي الفشار بنكهة إيه؟ فبتقوله عادي يعني بالملح. فبيضحك يوتا، فبتقوله إيه؟ خلاك تضحك؟ فبيقول إنه افتكرها هتجيب نكهة تانية لأن دي بقت قديمة. فبتقول أنا بحب الحاجات القديمة، هات وخلاص الفيلم هيخلص وأنت مش مبطل كلام. بعدها هي بتدخل وهو بيجي وراها ومعاه الفشار. فبيقول أنا آسف لو الكمية كبيرة بس ما لقيتش غير الحجم ده. فبتقول خلاص ناكل سوا. فبيقول في العادة مش باكل حاجة وأنا بتفرج، فكلي لوحدك لأني مش عايز أصلاً. فبتقوله متبقاش كده، خلينا ناكل سوا. فبيقول خلاص هاكل شوية صغيرين. بعدها بيبدأ الفيلم وبيكون في ولد بيجري وبيكون ماسك شنطة مليانة أكل وبيكون شكله سارق الأكل ده لأنه بيجري وهو خايف، لكنه للأسف وقع وهو بيجري وبيقع الأكل كله على الأرض. بعدها بتقرب منه بنت وبتكون جميلة جدا وبيقول لنفسه مين المزة دي؟ بعدها بتقرب منه وتديله الكمان بتاعها وبتقوله عايزاك تخلي بالك من الكمان ده. فبيقول إيه ده؟ إشمعنى أنا؟ فبتقوله خد وخلاص، لازم أحافظ عليه بعيد عن الناس دي حتى لو مت. فبيقول ناس مين؟ فبتقول خد وخلاص لأنهم قربوا مني، لأني متبقاش ليا غير 6 شهور بس. بعدها بيحصل انفجار في المدينة وهما بيروحوا يشوفوا في إيه، لكنهم بيلاقوا الناس اللي البنت كانت بتتكلم عنهم. وأول ما يشوفوها بيقولوا أخيرا لقيناكي. لكن هي أول ما تشوفهم بتجري هي والواد وهو بيجري. بيقول هو إيه بيحصل؟ فبتقول معرفش، بس الكمان بتاعي قديم جدا، الريحة بتاعته شبه ريحة الناس دي. فبيقول ريحة شيخوخة يعني ولا إيه؟ فبتقوله بالله عليك مش ناقصة هزار. بعدها بيعرف الواد والبنت إنهم يستخبوا ويبعدوا عن الناس دي لمدة كام شهر. وبتكون البنت تعبانة جدا وعلى وشك إنها تموت والولد بيكون جنبها وحزين جدا عليها. فبتقوله البنت خلاص متزعلش، إحنا عملنا كل اللي نقدر عليه. فبيسألها ويقول قوليلي لو في مكان عايزة تروحيه ونروحوا سوا في النهاية، ولو في حاجة انت بتدوري عليها وممكن تساعدك هعملها لك، بس متخلينيش كده مش عارف أعمل حاجة. فالبنت بتتأثر منه جدا وبيكون يوتا برضو واضح عليه التأثر. بعدها الولد بيقولها يلا تعالي معايا خلينا نعيش الكام يوم دول وإحنا سوا. بعدها بيروحوا فعلا في مكان وبيخليها تعزف على الكمان وهو بيعزف على الجيتار وبيكونوا فرحانين جدا. وبعدها الفيلم بينتهي وبيكون يوتا وزميلته مستمتعين جدا بالفيلم. بعدها بيطلع يوتا وزميلته وبيكونوا رايحين البيت وبتقولوا أنا حابة أمشي معاك النهاردة. وبعدين بيروحوا يجيبوا مشروبات وبيفتحها يوتا بسهولة. فبتنبهر منه زميلته وتقول يا ريتني كنت صورت ده، كانت هتجيلك نسبة مشاهدات عالية. فبيقول كفاية مبالغة يا عبيطة شوية. فبتقوله بهزر معاك بصراحة أنت الوحيد اللي بتعاملني بلطف وبتسليني وبحب دايما لما أكون معاك. فبيقول انتي مالك النهاردة؟ فبتقوله عايزة أقولك حاجة، الحقيقة إني هعيش لمدة كام شهر بس وهموت. فبيقول تعالي معايا المكان اللي عايزة تروحيه ويمكن نلاقي حل يساعدنا. وبيكونوا بيقلدوا نفس المشهد بتاع الفيلم وكانت لسه هتقوله حاجة لكن ماكينة المشروبات بتعمل صوت فهي بتسكت شوية. وبعدين بتقول الجو من هنا شبه المنظر اللي في الفيلم. فبيقول بس للأسف مش هينفع نسافر عبر الزمن. فبتضحك زميلته وبتقول مش يلا بينا بقى نمشي. فبيقولها يوتا يلا بينا الوقت اتأخر فعلا. بعدها بيمشوا فعلا ويوتا بيوصل زميلته لبيتها ولسه كان هيمشي لكنه بيرجع وبيشكرها على الموسيقى اللي هي رشحتها له علشان ساكي. فبتقوله زميلته ما تشكرنيش، أنا اللي المفروض أشكرك على اليوم الجميل ده، ما تنساش تسلم لي على أختك. بعدها يوتا بيكمل طريقه وتاني يوم بيقعد يوتا يفطر هو وساكي وبتقوله امبارح وأنا نايمة في حد غطاني، هو كان أنت؟ فبيقول الصراحة كنت خايف تجيلك نزلة برد بسبب التكييف ومتقدريش تروحي الامتحان. فبتقوله معاك حق فعلا، شكرا. صحيح هو أنت امبارح رحت تشوف فيلم في السينما؟ فبيقول كان الفيلم بتاع البنت اللي بتمسك كمان، ليه في حاجة ولا إيه؟ فبتقول لأ بسأل بس، كان حلو بقى ولا إيه؟ علشان لقيت ليه إعلانات في المدينة كلها. فبيقول كان فيلم حلو أنصحك تشوفيه. شوفته أنا وزميلتي اللي في الشغل. فبتقول هبقى أشوفه بعد الامتحان. فبيقول إنه للأسف آخر يوم عرض ليه النهاردة. فبتقول خلاص هو مقتبس من كتاب صح؟ فبيقول فبتقول كويس هقرأ الكتاب بقى وخلاص. فبيقول خلاص براحتك. بعدها بتسأله وتقول أنت بتواعد زميلتك اللي في الشغل بقى صح؟ فيتصدم يوتا من السؤال ويقول لأ مفيش حاجة من دي خالص، ليه بتقولي كده؟ فبتقول يعني انتوا بتخرجوا سوا وشفتوا فيلم رومانسي؟ فبيقول لأ دي مجرد زميلتي في الشغل، هي بتحب الكتب زيي فإحنا بنقعد نتكلم عن الكتب بس. فبتقول انت بتقرأ كتب كتير فعلا، أنا حابة أبدأ برضو في القراءة. فبيقول لو تحبي أرشح لك كتب ما عنديش مشكلة. بعدها بيروح يوتا الشغل وبيسلم على زميلته وبيلاقي إنها بتعيد ترتيب الكتب فبيساعدها. لكن بعدها بتيجي بنت وبتنادي على حد يساعدها فبتروح عندها زميلة يوتا، لكن بتطلع البنت هي ساكي وبتكون جاية علشان تجيب كتاب. فبيشوفها يوتا وبيقول ساكي بتعملي إيه هنا؟ فبتفرح زميلة يوتا وبترحب بساكي وبتكون فرحانة إنها أخيراً شافتها وبتقولها اعتمدي عليا في اختيار الكتاب. بعدها بيجي يوتا ويعرف ساكي على زميلته ويقول هي دي زميلتي شيوري. فبتقوله أنت جميلة قوي زي ميوتا، قال وشعرك لونه جميل. فبيقولها يوتا اهدي شوية. بعدها ساكي بتقول معلش كنت عايزة الرواية بتاعت الفيلم اللي انت شفته. فشيوري بتقول
أنت مهتمة بالفيلم صح؟ لو عايزة تشوفي الفيلم آخر ميعاد عرض النهاردة. فبيقول يوتا لا هي مش فاضية، هتذاكر علشان الامتحان. فبتقولها لو كنتي عايزة الكتاب هتلاقيه هناك. في ساكي بتقولها بالمناسبة اسمي هو ساكي. فبتقولها تمام. بعدها ساكي بتسأل يوتا وتقول في أي كتاب تاني تنصحني بيه؟ بما إنك بتقرأ كتير ممكن ترشح لي كتاب أو رواية، ده هيساعدني برضو في الدراسة. فبيقولها حاضر هختار لك. بعدها بيجيبلها الكتاب فعلا وكام كتاب تاني على ذوقه. بعدها بتقول معلش عايزة كمان دليل دراسي. فبيقولها ولا يهمك هتلاقي في الطابق الأول. فبتقوله شكرا أنا هاخده وأروح البيت. وهي ماشية بتقوله بالمناسبة اللبس بتاع الشغل شكله حلو عليك. فبيشكرها يوتا. بعدها بتجيب الكتاب وبتروح عند شيوري علشان تحاسب ولسه كانت هتدفع، لكن شويري بتقولها الحساب علينا بما إنها أول مرة تنورينا. فبتشكرها ساكي وبتمشي. بعدها بتروح شيوري عند يوتا وتقول له أختك جميلة قوي وشكلها بريئة، حافظ عليها، بالمناسبة حساها معجبة بيك. فبيقول لا يا بنتي دي أختي الصغيرة. بعدها بيوم في المدرسة بيكون يوتا واقف وبيجيله صاحبه ويقول أهلا يا معلم، شايفك سرحان، الشمس أثرت عليك ولا إيه؟ فبيسلم عليه يوتا ويقول فينك يا معلم، بقالي كتير ما شفتكش. فبيقوله معلش كنت مشغول شوية، بس ما علينا، سمعت إنك ومايا بقيتوا قريبين من بعض زيادة عن اللزوم. فبيستغرب يوتا ويقول لا مفيش حاجة. فبيقولوا إنه شافهم من فترة وهم بيتكلموا. فبيرد عليه يوتا ويقول لا مفيش حاجة، كنت بسألها عن الدراسة كام سؤال بس. وبيكون قصده على اليوم اللي كان بيسألها عن حاجة تساعد ساكي في الدراسة. فبيقول له أنا سمعت إنها بتناديك وتقولك يا أخويا الكبير. فمش بيعرف يوتا إنه يرد عليه. فصاحبه بيقول على العموم براحتك يا عم، لو في أي وقت حبيت إنك تسألني عن الحب والحاجات دي براحتك، بما إني خبير علاقات شايف إنكوا لايقين قوي على بعض. فبيرد عليه يوتا ويقول أكيد طبعا مش هلاقي زيك وأسأله. المشكلة إن الولد ده أصلا في الحلقة الأولى قال إن ملوش في الحب والرومانسية والحاجات دي. بعدها بيمشي يوتا لكن بتناديله مايا وتسلم عليه وتقول كويس إني لقيتك. بعدها بتيجي ساكي برضه وتسلم عليه. فبيستغرب يوتا ويقول انتوا رايحين فين سوا؟ فبترد عليه مايا وتقول هنروح البيت سوا. فبيتصدم يوتا ويقول بيت مين؟ فبتقوله هنروح بيتك. فبيتصدم يوتا منها لأن كده الشبهات عنهم هتكون أكبر لما الطلاب يعرفوا إنها راحت بيته. وفي نفس الوقت بتكون ساكي ساكتة ومش بترد، لكن بيكون يوتا قدام الأمر الواقع فبيوافق إنها تروح بيته. فبيقول يوتا مش عارف إزاي هي مش حاسة بالإحراج وهي ماشية معانا. فبترد عليه مايا إنها مش محرجة خالص وبتقول أنا عارفة إنكم بتمشوا للبيت منفصلين، فقلت إننا نتجمع كلنا ونمشي مرة واحدة للبيت. فبيقول يوتا لساكي يا ريت الليلة دي تعدي على خير. بعدها بيوصلوا للبيت ومايا ما بتصدق وبتقول أخيراً رجعت للبيت. فبتعتذر ساكي ليوتا وتقول أنا بجد أسفة على الإزعاج اللي هيحصل. فبيقول طالما دي حاجة هتساعدك على الدراسة فما عنديش مانع. فبتشكره ساكي وتروح تقعد مع مايا وبيروح يوتا علشان يغير هدومه. وبعدها بساعة بتكون ساكي لسه بتذاكر مع مايا. فبيدخل يوتا وبيفتح النور علشان يعمل الأكل. فبتقوم ساكي وتقول استنى هعمله. فبيقولها خليكي كملي مذاكرة، أنا عندي إجازة من الشغل فهعمل الأكل لنفسي. فبتشكره ساكي وبتقعد، لكن مايا مش بتسكت وتقول في رائحة زوج صالح جاية منك. فبيطنشها يوتا ويشوف هيعمل الأكل إزاي، لكنه بعد محاولات كتير مش بيعرف هيبدأ بإيه. فبتدخل مايا وتقول أهلا. فبيقول لو عايز الحمام هتلاقيه هناك. فبتقول لا أنا جيت علشان أشوف لو أنت عايز مساعدة. فبيقول الصراحة أنا مش فاهم حاجة، حاولت أقلد الوصفة بس مش عارف أبدأ بإيه. فبتقول خلاص ولا يهمك وبتنادي على ساكي وتقول كملي أنت مراجعة وأنا هساعد يوتا في الطبخ، هعلم أخويا الكبير كام حاجة بس. فبيشكرها يوتا وبيبدأوا فعلا يطبخوا سوا. بعدها مايا بتسأل يوتا وتقول بقول لك صحيح هو في حاجة بينك وبين ساكي؟ فبيقول لا لو في حاجة هتبقى مشكلة. فبتقوله ليه؟ انتوا مش أخوات بالدم، يعتبر 2 غرب بيحبوا بعض. فبيسألها ويقول انت ليه عايزة تعرفي؟ فبتقول مش عارفة بس حاسة إن ساكي اتغيرت، بقت تحط ريحة أكتر من الأول وبتهتم بنفسها زيادة عن اللزوم. انت لاحظت برضو صح؟ فبيقول لا. فبتقول كويس إنك ملاحظتش، لأنك لو لاحظت تبقى مهتم بيها. الحدس بتاعي بيقول إن في حاجة بينكو، أو علشان أكون دقيقة في حاجة منها هي اتجاهك. فبيقول ممكن يكون معاكي حق وممكن تكوني غلط، بس طبيعي إنها تفكر فيا. فبتمسك في الكلمة وتقول شفت زي ما قلت لك الحدس بتاعي عمره ما يكون غلط، المشاعر شكلها جاية منك انت كمان. فبيقول مش قصدي كده، بس لما تعيشي مع شخص غير جنسك طبيعي انك تهتمي بنفسك اكتر، بس كده. فبتقول هو ايه اللي بس كده؟ استنى دي بتراقبك دلوقتي. فبيبصلها يوتا بطرف عينه وبيلاقي انها بتراقبه فعلا. فبيقول شكلها حست اننا بنتكلم عنها، صوتك عالي اصلا. فبتقوله نرجع لموضوعنا. فبيقول لو فضلتي تتكلمي عن صاحبتك كده كتير ممكن تزعل منك وتقطع علاقتها بيكي. فبتقوله هي كده كده متضايقة مني فخليني أتكلم براحتي. فبيقول انتي فعلا مجنونة. بعدها الأكل بيتعمل. فبتقول كويس علشان أنا اتأخرت ولازم أمشي، بس كلامنا لسه مخلصش، لسه هنتكلم في الموضوع ده تاني.
وطبعا يوتا مش بيعبرها. بعدها بيقعد يوتا ياكل هو وساكي، وأول ما ساكي تدوق الأكل بيعجبها جدا وتقول بجد الأكل تحفة. فبيقول الصراحة لو مايا ما كانتش موجودة ما كنتش عملت كل ده. فبيقولها صحيح إيه أخبار الدراسة؟ فبتقول مايا ساعدتني كتير قوي الصراحة، وبقيت بعرف أجاوب على الأسئلة. فبيقول كويس، أنت الامتحان بتاعك إمتى؟ فبتقول بكرة، وأنا متفائلة الصراحة. فبيقول ربنا معاكي. فبتقوله شكرا. بعدها بيوم بيكون يوتا في المدرسة وبيعدي عليه صاحبه ويقول إيه يا عم كل ما أعدي عليك بتكون سرحان. فيوتا بيقوله معلش كنت سرحان شوية، وبيودعه ويمشي. بعدها بيروح يوتا الشغل بتاعه وبيكون المكان زحمة وكل شوية الزبائن بتكتر، وهو بيكون بيشتغل لغاية ما بيتعب. وفي آخر اليوم زميلته بتقول مالك أول مرة أشوفك كده؟ فبيقول أنا هروح البيت سلام. وفعلا بعدها بيروح البيت لكنه مش بيلاقي ساكي في البيت، فبيستغرب لأن الوقت اتأخر. لكن بعدها الدنيا بتشتي جامد، فبيجري علشان يشيل الهدوم. وهو بيطبق الهدوم بيسمع الأخبار اللي بتقول بما إن الدنيا بتشتي جامد بننصحكم إنكم تكونوا في البيت، لأن هيكون في برق في بعض المناطق وفيضانات في مناطق تانية. وبيكون يوتا في عالم تاني وهو بيفتكر ساكي وبيفضل يفكر فيها وبيمسك التليفون وبيكون عايز يبعت رسالة ولكن مش بيكون عارف يقول إيه. وبعد محاولات كتير بيسألها ويقول أنت فين؟ وبيستني يوتا الرد بتاعها لأكتر من ساعة لكن هي مش بترد. فبيبدأ إنه يقلق عليها، فبيروح يجيب شمسيتين وبيجري علشان يجيبها، وبيستنى الأسانسير لحد ما يفتح. وأول ما بيفتح بيجري يوتا عليه لكنه بيخبط بساكي اللي بتكون في الأسانسير برضه. فبيعتذر يوتا ويقول أنا آسف ما شفتكيش، أنت بخير؟ فبتقوله آه بس أنت رايح فين في الوقت ده؟ الدنيا مش في أحسن حال بره. فبيقول الدنيا كانت بتمطر جامد وانتي اتأخرتي وبعتلك رسالة وانتي مردتيش، فقلقت عليكي الصراحة لتكوني ما نجحتيش في الامتحان وكنتي بتعيطي، فكنت جاي علشان أشوفك. فبتقوله متقلقش عليا أنا مش النوع اللي بيعيط علشان الامتحان. فبيقول صحيح عملتي إيه؟ فبتقول بصراحة جبت نتيجة مش مرضية ليا. فبيقول ليه؟ جبتي كام؟ وبتوريله الامتحان وبنلاقي إنها ناجحة. فبيقول ما انتي ناجحة في إيه بقى؟ فبتقول انت كنت جايب نتيجة أعلى مني فللأسف ما عرفتش أهزمك. فبيقول يا بنتي مش فرقت الدرجة، المهم إنك ناجحة وخلاص. بس برضه إيه كان مأخرك كده؟ فبتقول رحت أشتري شوية حاجات من السوبر ماركت. فبيقول أنتي مشيتي الطريق ده كله علشان تروحي السوبر ماركت؟ فبتقول كنت بجيب لك حاجة كتعبير للشكر على كل اللي انت عملته. فبيقول ما عملتش حاجة علشان تجيبي لي حاجة، يعتبر عملنا صفقة سوا، انت تعملي لي الأكل مقابل هساعدك على الدراسة واشوف لك شغل بس. فبتقوله لا انت كمان عرفتني على موسيقى جديدة وعلمتني عن الأدب المعاصر، وامبارح انت اللي عملت الأكل. فبيقول أنا عملت مرة بس، انت كنتي بتعملي الشهر كله. فبتقول زي ما قلت لك قبل كده أنا بحب أعطي أكتر ما باخد، في النهاردة هعملك أحسن طبخة هتاكلها، ولا انت مش بتحب تعتمد غير على اللي أكبر منك؟ فبيستغرب يوتا ويقول انت قصدك ايه؟ فبتقوله بحسب معلوماتي إن زميلتك هي الشخص الوحيد اللي بتقوله كل أسرارك وبتعتمد عليها في كل حاجة. فبيقول بس ده علشان بنشتغل مع بعض بس. فبتقوله بما إني أختك أنت ممكن تعتمد عليا في الحاجات اللي تخص البيت. فبيقول تمام، بما إني أخوكي هكون واثق فيكي وأعتمد عليكي، وطبعا إحنا عارفين اللي فيها لكن ما علينا. وبعدها أخيرا الأسانسير اللي بقاله ساعة بيفتح وبيمشوا، وبيسألها يوتا ويقول أنا بعتلك رسالة لكن أنت ما ردتيش عليها. فبتقول معلش التليفون كان فاصل لأن كل شوية بسمع الموسيقى اللي أنت رشحتها لي. بعدها بكام يوم بيكون يوتا في المدرسة والمدرس بيقول خلاص هتبقى شوية وهتمشوا وتبدأوا الإجازة. وبعدها فعلا الجرس بيرن، فالطلاب ما بيصدقوا وبيمشوا، وبيروح يوتا للشغل بتاعه وبيقول أخيرا الإجازة جت. لكن بتعدي بنت من قدامه وبتكون فيها شبه من ساكي، وبيلاقي إنها دخلت القسم الخاص بالعمال. فبيعدي المدير على يوتا ويقول مالك سرحان في إيه؟ فبيقولوا هي مين البنت دي؟ فبيقولوا دي بنت جت هنا علشان تقدم على شغل. فبيقولوا هي اسمها إيه؟ وبتيجي الصدمة بتكون اسمها ساكي. بعدها لما يوتا بيخلص الشغل بيروح البيت هو وساكي، وبتقول له من بكرة إن شاء الله هبدأ أشتغل معاك في المكتبة. فبيقول لها طبعا أنت براحتك وكل حاجة، بس ليه ما قلتليش؟ فبتقول له بصراحة هكون محرجة لو كنت قلت لك وأنت ترفض. فبيقول لها وأنا أرفض ليه؟ هو أنا مالي؟ ما علينا. عايز أسألك سؤال، قولي لي إيه هي المشاعر اللي بتسيطر عليكي وأنت عايزة تتخلصي منها؟ فبتسكت ساكي ومش بترد عليه. بعدها بكام يوم بيكونوا كلهم قاعدين بياكلوا سوا، فأبو يوتا بيقول له انتوا لسه بتنادوا بعض باحترام؟ وأكيكو تقول لو محرجين من انكم تنادوا بعض بأساميكو ممكن تنادوا بعض وتقولوا يا أخويا أو يا أختي، ده هيكون أحسن من انكم لسه بتنادوا بعض باحترام. يعني مثلا قولوا أخويا يوتا أو أختي ساكي. فساكي بتقول لها أكيد لأ، ده كده أسوأ. فأبو يوتا يقول له إيه رأيك في إنك تناديها يا أختي ساكي؟ فبيقول له لأ الصراحة شايف إنه فعلا مش هيكون حلو، وإحنا ما عندناش مشكلة في إننا ننادي بعض باحترام. فأكيكو تقول لهم خلاص براحتكم،
بعدها تسألهم وتقول انتوا عليكوا شغل النهاردة؟ فيوتا يقول لها أيوة، ناوي أروح النهاردة بدري، بما إني واخد إجازة من المدرسة حابب استغلها في إني أشتغل أكتر واخد فلوس أكتر. وساكي بتقول أنا كمان هعمل كده. فأبوه يقول لهم انتوا متأكدين؟ لأنكوا كده هتشتغلوا كتير قوي، انتوا في إجازة، فعلى الأقل ترتاحوا شوية من الشغل وتروحوا أي مكان مسلي. نصيحة مني، حاول تستغل الإجازة في إنك تعمل أي حاجة قبل ما تروح تالتة ثانوي. وأكيكو تقول لساكي أنا عارفة إنك بتضغطي على نفسك، بس مايا صاحبتك بقالها كتير ما شافتكيش، وأكيد صحاب يوتا مفتقدينه برضه. فيوتا يقول لها لأ، ما عندناش صحاب كتير. فبيلاقي ساكي اتضايقت منه ومشيت، فبيقول قصدي ما عنديش أصدقاء كتير، لكن ساكي عندها لكنها مش بترد عليه. وبعدها بيدخل يوتا يذاكر وبيكون متضايق إن ساكي اتضايقت منه، لكن ساكي بتدخل عليه وتقول له لو أنت كان قصدك مايا فمتقلقش. فبيستغرب يوتا ويقول قصدك إيه؟ فبتقول له أنا وهي مش قريبين من بعض لدرجة إننا نخرج سوا، آخرنا نقعد في حصة الألعاب مع بعض بس، وأنا آسفة إني حسستك بالذنب، أنا مش زعلانة ولا حاجة. فبيقول لها بس مايا جت البيت هنا كذا مرة. فبتقول له أول مرة جات علشان كان عندها فضول ناحيتك، وتاني مرة أنا اللي جبتها علشان تذاكر معايا. هي متفهمة إني بحب أقضي معظم الوقت مع نفسي، علشان كده مش بنخرج مع بعض، وأنا الصراحة حابة كده. قول لي بقى أنت بتحب تخرج ولا لأ؟ فبيقول الصراحة بحب أقضي معظم الوقت مع نفسي برضه. فبتقول له إحنا في حاجات كتير مننا مشتركة. على العموم أنا كنت جاية بس علشان أعرفك إني مش متضايقة منك، سلام. بعدها يوتا بيروح الشغل وبيسلم على زميلته، وبيروحوا يشوفوا ساكي وهي بتشتغل، وبيلاقوا إنها بتشتغل بكل جد وبتعامل الزبائن باحترام. فشيوري تقول له شكلها اتعودت علينا وعلى الزبائن بسرعة، لكن بعدها بيلاقوا إنها بتواجه صعوبة في الكتب. فشيوري بتقول له شكلها عايزة مساعدة، روح ساعدها. فيوتا بيقول لها طيب، وبيروح علشان يشوف مالها. فبتقول له معلش، هنا مكتوب إن عندنا 5 نسخ من الكتاب ده وأنا مش لاقية ولا واحد. فبيقول لها الكتاب ده جديد صح؟ هتلاقيه في العرض الخاص. لكن هي بتفضل واقفة مش فاهمة حاجة. فبيقول لها تعالي معايا، وبيروحوا عند قاعة العرض لكنه مش بيلاقي الكتاب. فبتتضايق ساكي إنها فشلت في أول تحدي ليها. فبيقول لها استني، وبيلاقي إن في كتاب موجود مرتين، فبيشيله وفعلا بيلاقي الكتاب اللي هي عايزاه. فبتتخض ساكي وتقول له انت عرفت مكانه ازاي؟ فبيقول لها روحي للزبونة لأنها مستنياكي. فبتشكره ساكي وفعلا بتروح عندها وبتديها الكتاب. بعدها بكام ساعة بيخلصوا الشغل، وتقول ليوتا شكرا على مساعدتك النهاردة، بس انت بجد ازاي لقيته بالسرعة دي؟ فبيقول ان الكتاب كان مكتوب عليه انه لسه نازل، فالمفروض يكون موجود على الوش بس كده. بس دي تعتبر خبرة برضه هتجيلك لما تتعودي على الشغل. لو كنت قلت لشيوري كانت هتلاقيه أسرع لأنها أقدم مني في الشغل. بعدها بيتمشوا سوا للبيت، وهما ماشيين يوتا بيقول لها حاسس إن الصيف لسه مخلصش، وفي نفس اللحظة ساكي بتقول له حاسة إننا بقينا في فصل الخريف. فبيستغربوا الاتنين لأنهم اتكلموا في نفس الوقت. فساكي تقول له أنت قلت كده علشان الجو حر صح؟ فبيقول لها أيوة، أنت بقى ليه قلتي كده؟ فبتقول له بص الهدوم دي، الهدوم طويلة يعني بقينا في الخريف. فبيقول لها أنت بتتكلمي بجد؟ فبتقول له أيوة، امبارح ما كانوش بيلبسوا هدوم طويلة. فبيقول ما خدش بالي الصراحة. فبتقول له هو أنت من الناس اللي مش بتهتم بالموضة؟ فبيقول لها عمرك شفتيني بقرأ مجلة أزياء؟ فبتقول له لا، حساك أصلا من النوع اللي عمره ما هيشتغل في محل ملابس. فبيقول لها قصدك إيه يعني؟ فبتقول له بهزر معاك، يلا نكمل علشان ما نتأخرش. وبعدها بيوم بيكون أبو يوتا بيصلح التكييف، وأكيكو تقول له هو مكسور ولا إيه؟ فبيقول لها للأسف أيوة. بعدها بيصحى يوتا ويسلم عليهم ويقول هي ساكي في غرفتها؟ فبتقول له أيوة، ما خرجتش منها من أول اليوم لأنها مش هتستحمل الحرارة هنا. كان الحوار ده عامل مشكلة كبيرة وهي صغيرة، لما الصيف كان بيجي كانت بتفضل تعيط وتطلب آيس كريم، وكان بيحصل لها نوبات غضب، وكانت بتقول لي خديني حمام السباحة. لكن الحمد لله الحوار ده بدأ إنه يقل لما كانت في الإعدادي، بس لو سألتني الصراحة هقول لك بفتقد الأيام دي. بعدها بيدخل ساكي غرفته، وساكي بتدخل عليه وتقول له أمي ضاعفت شغلها علشان تصلح التكييف، ولسه كان هيرد عليها لكن بيجي له اتصال وبيلاقي إنه مارو، وبيطلب منه إنه ينزل يقعد معاه شوية. فيوتا بيقول له تمام نازل أهو. وبعدين بيستأذن ساكي إنه هينزل يقعد مع صاحبه. بعدها فعلا بينزل يقعد معاه، ومرة واحدة مارو بيقول له سمعت إنك هتروح حمام السباحة مع مايا، ده بجد؟ فبيتخض يوتا ويقول له مين قالك الكلام العبيط ده؟ فبيقول له سمعت إنك هتروح حمام السباحة مع مايا وساكي. فبيقول له لا مفيش حاجة من الحوار ده. فبيقول له هو محدش دعاك إنك تروح؟ فيوتا بيقول له لا طبعا. فبيقول له خلاص يمكن هيدعوك بعدين. بعدها بيبص في التليفون ويقول له معلش ورايا مشوار مهم هروحه، فهستأذنك إني همشي، سلام. فبيستغرب منه يوتا لكن مش بيرد عليه. بعدها يوتا بيروح الشغل، ولما بيخلص بيمشي مع ساكي وهما في الطريق بيقول لها ايه اخبار الشغل النهارده؟ فبتقول له حلو الحمد لله، كل ده بسبب مساعدتك انت وشيوري. فبيقول لها بصراحه انت سريعه التعلم وكمان مؤتمنه. فبتقول له شكرا. فبيقول لها بتكلم بجد، حتى كل الموظفين بيمدحوكي. فبتقول له شكرا بجد على ثقتكم فيا. بعدها بيكملوا الطريق وبيقول لها
تعرفي بيتهيأ لي إن كلام أبويا كان صح، فعلا لازم نقضي وقت الاستراحة كله علشان نعرف نكمل باقي الشغل. فبتقول له أيوة فعلا كنت في الأول بشتغل في وقت الاستراحة لكن كنت بتعب باقي اليوم، لكن دلوقتي بقيت برتاح طول فترة الاستراحة وبعرف أكمل باقي اليوم. بعدها بيسألها يوتا ويقول لها بقول لك يا ساكي، هي مايا دعتك لحمام السباحة؟ هو طبعا براحتكم، بس هي دعتني أنا كمان ولا لأ؟ فبتقول له هي مايا هي اللي قالت لك كده؟ فبيقول لها لأ، هي مش معاها رقمي أصلا. فبتقول له أمال عرفت منين؟ فبيقول لها في شخص هو اللي قال لي، فاستغربت. فبتقول له أنت عايز تيجي معانا؟ فبيقول لها بصراحة أنا مش بحب التجمعات ومش هكون مرتاح لما أكون في مكان مليان طاقة. فبعدها بتسيبه ساكي وتمشي. فبيقول لها أنت هتروحي معاها ولا لأ؟ فبتقول له خلاص ملهاش لازمة. فمش بيفهمها يوتا لكن بيكمل طريقه. ولما بيوصل له البيت بتكون ساكي زعلانة وبتفضل تعيط وبترد على السؤال اللي يوتا سأله من كام يوم. فبتقول لنفسها المشاعر اللي بتسيطر عليا وعايزة أتخلص منها هي الغيرة. بعدها بيوم بيكون يوتا في المطبخ وبيقول لأكيكو شكل التكييف اتصلح. فبتقول له أيوة كويس إننا صلحناه بسرعة كده أخيرا ساكي هتعرف تذاكر في الصالة تاني. فبيقول لها أيوة صحيح عايز أسألك سؤال، هي ساكي بتكره الناس اللي مثلا بتخطط لحاجة من وراها ومرة واحدة يقولوا إنها تنضم ليهم؟ فبتقول له بصراحة مش عارفة، بس بالنسبة لشخصيتها فهي مش هتحب كده، ولكن برضه على حسب الشخص اللي عمل كده. بس ليه بتسأل يعني؟ أنت ناوي تطلب موعدتها ولا إيه؟ فبيتوتر يوتا ويقول لا طبعا دي أختي. فبتضحك أكيكو وتقول بهزر معاك. فبيقول مش عارف أنت واخدة بالك ولا لا، بس ساكي بتضغط على نفسها زيادة عن اللزوم. أعتقد إنك قلتي حاجة عن كده برضه، إنها بتبالغ في كل حاجة، شايفها دايما متشوشة. وبسأل نفسي هي هترتاح إمتى؟ فتقول له علشان كده أنا عايزاك تاخدها وتخرجوا في مكان وتستمتعوا بوقتكم، مع إني أتمنى إني أعمل كده بما إني أمها، بس للأسف أنا على طول مشغولة، والمشكلة إني شايفاها بتكبر بسرعة قدامي وأنا مش جنبها. علشان كده هي بتعتمد على نفسها في كل حاجة ومش مهم لو هي مرتاحة ولا لأ. علشان كده عايزة منك خدمة، عايزاك تاخد بالك منها إنها لازم تاخد استراحة كل شوية علشان ما تهلكش نفسها. فبيقول لها بس هي كده ممكن تكرهني. فبتقول له لا مش للدرجة دي، بس لو ده حصل هبقى أقول لك أكتر حاجة ساكي بتحبها. فبيقول لها ساعتها مش هتكرهني صح؟ فبتقول له أيوة بالظبط. بعدها بيروح يوتا لساكي ويخبط على الباب، فهي بتفتح وتقول له نعم عايز إيه؟ فبيستغرب يوتا من طريقتها ويقول لها معلش بس بخصوص المسبح ومايا. فهي بتقاطعه وتقول له مش هروح عشان ما عنديش وقت، عايز حاجة تانية؟ فبيقول لها براحتك، بس أنا غيرت رأيي وكنت هروح، فكنت بشوفك لو هتروحي علشان نروح سوا، فخلاص هروح لوحدي، فمعلش عايز رقم مايا عشان اتصل بيها. فبتتصدم ساكي وتقول له لا طبعا. فبيستغرب يوتا ويقول ليه؟ فتقول له ما ينفعش اديك رقمها لانها ممكن تزعل اني اديتك رقمها بدون اذنها. فبيقول لها فعلا معاكي حق. فتقول له هكلمها واشوف لو ينفع اديك رقمها ولا لا، وبتقفل الباب في وشه. بعدها بيروح يوتا المدرسه لكنه بالغلط بيوقع حاجه منه، فبتيجي بنت وتقول له خلي بالك ده واقع منك، اتفضل. فيقول لها مخدش بالي خالص شكرا. وبعدها بيمشي يوتا لكنه بيقابل شيوري بالصدفة، فبيمشوا يروحوا الشغل سوا. فشيوري تقول له ايه الصدفة الغريبة دي؟ فبيقول لها صدفة ايه يا عبيطة، دي مدرستي اصلا، انت اللي بتعملي ايه هنا اصلا؟ فتقول له قابلت المدرس بتاعي بالصدفة فكنت بسلم عليه بس متوقعتش اني هشوفك. فبيقول لها صدفة حلوة فعلا، اكيد كنت متوترة وانت بتكلميه. فتقول له بقالي كتير ما شفتش المدرسين بتوعي بس عادي لسه بعرف اضحك عليهم. وبتقول له دايما بعمل اني تعبانة علشان اتهرب من كلامهم الكتير، وبتعمل كده مع يوتا وبتهزر معاه. لكن في نفس الوقت بتكون ساكي في الطريق للشغل وبتشوفهم وبتتصدم، لكنها بتتظاهر إنها طبيعية علشان متخلوهمش ياخدوا بالهم. بعدها بيروح يوتا للشغل وبيشوف ساكي وبيلاقيها بتراقبه، لكنها لما بتلاحظه بتمشي. وبعدها بيعدي عليها ويشوفها قاعدة على التليفون، فيقول لها مايا ردت عليكي؟ فتقول له لا لسه. بعدها في آخر اليوم بيكون يوتا بيجهز نفسه علشان هيمشي، لكن بتجيله رسالة من ساكي وتقول له روح انت لوحدك علشان هروح اتسوق شوية. وفعلا بيمشي يوتا لوحده وبيفضل طول الوقت يفكر فيها ويفتكر أول لقاء بينهم لما قالت له انت مش عايز حاجة مني وانا مش عايزة حاجة منك، احنا اخوات بس. وبيكون واضح عليه الزعل. وبعدها بيروح البيت وبيكون جعان، فبيفتح التلاجة علشان يشوف لو في أي أكل وبيلاقي رز مخلوط. فبيقول ايه ده؟ مين بياكل الأكل الغريب ده؟ فبتيجي ساكي وتقول له أنا اللي باكله. فيتصدم يوتا ويقول لها آسف ما كنتش أعرف، انت جيتي امتى؟ فتقول له لسه جاية حالا. انت بتعمل ايه؟ فيقول لها انت كل يوم بتعملي العشاء فحبيت اني اعمله النهارده. فتقول له تمام سخن الرز ده وخلينا ناكله. فيقول لها حاضر. بالمناسبة بخصوص مايا، فتقول له هنرجع للموضوع ده تاني؟ فيقول لها مش قصدي بس انا لسه مش معايا رقمها. فتقول له خلاص خده اهو. فيقول لها لا استني، انت بجد مفكرة اني عايز رقمها؟ انا بعمل كل ده علشان تروحي معاها. فتقول له مش فاهمة حاجة. فيقول لها فكرت اني لما اطلب رقمها هتحسي بالغيرة فهتروحي علشان ما اكونش معاها لوحدي. فتقول له وانا احس بالغيرة ليه؟ فبيحس يوتا انه جاب العيد. فيقول لها ما علينا، انت ليه غيرتي رأيك على حوار المسبح؟ انت كنتي عايزة تروحي لكن لما انا قلت مش هروح فانت كمان ما روحتيش، اللي يعرفوا انك بتحبي المسبح. فتقول له عادي
يعني غيرت رأيي، بس أنت عرفت منين إني بحب المسبح؟ فبيحس يوتا إنه جاب العيد للمرة التانية، فيقول لها بصراحة أكيكو قالت لي شوية معلومات عنك، ومن ضمنهم إنك كنت بتكرهي فصل الصيف علشان الحر، فكنت بتحبي تروحي المسبح. فتقول له أيوة فعلا، بس ده وأنا صغيرة. فيقول لها مالك حاسس إنك اتغيرتي؟ أنت متخانقة مع مايا؟ لأنها لما كانت هنا وطبخنا سوا كنت فرحانة، لكن دلوقتي لما طلبت منك تروحي معاها المسبح رفضتي. فتقول له أنت عارف إني بحب أكون مع نفسي، وكمان ما عنديش وقت لازم أذاكر. فيقول لها بس ده خطر عليكي. فبتزعق له وتقول له خليك في حالك. فبيتصدم يوتا ويسكت شوية ويقول لها أنا آسف، بس أنا قلقان عليكي، لو فضلتي تضغطي على نفسك ممكن يحصل لك انهيار عصبي زي دلوقتي. عارف إنك عايزة تكوني مستقرة بس كده غلط، لازم ترتاحي. فمش بترد عليه ساكي وبتديله ورقة وتقول له عن إذنك هدخل أكمل مذاكرة، وبتسيبه وتمشي. ولما بيروح يوتا يشوف الورقة بتكون عبارة عن رقم مايا، وبعدها بتكون ساكي بتعيط في غرفتها وبتكون ندمانة إنها عملت كده. وبعدها بيوم بيكون يوتا قاعد وبتصحى ساكي تسلم عليه، فيقول لها صحية متأخر يعني مش عوايدك دي. فتقول له معرفتش أنام غير متأخر على حوالي الساعة 6 كده. فيقول لها ده متأخر قوي، حاولي تظبطي نومك، انت ما عندكيش شغل النهارده صح؟ فتقول له ايوه ما عنديش. هي الساعة كام؟ فيقول لها احنا العصر. فبتتصدم ساكي وتقول له ابوك راح الشغل من غير ما ياكل حاجة صح؟ انا اسفة بجد. فيقول لها ولا يهمك، هو كل قبل ما ينزل. فتقول له اول مرة اطول في النوم كده. فيقول لها اكيد ده بسبب التعب اللي كان عندك امبارح. فبتغير ساكي الموضوع وتقول له تحب اعملك تاكل ايه؟ وبتقوم ناحية المطبخ. فينادي عليها يوتا ويقول لها عايزك تسمعيني المرة دي. فتقول له نعم. فيقول لها فاكرة أول حاجة قلتيها لما جيتي هنا، لما قلتي لي لازم ما نتعاملش برسمية ونشيل كل الصعوبات بينا، ودلوقتي واضح إنك محتاجة تكملي نومك، مش عايزك تطبخي ولا حاجة. فترد عليه إن الطبخ ده كان فكرتها من الأول. فيقول لها أنا عارف، بس لازم تاخدي إجازة النهاردة، مهمتك النهاردة هي النوم. فتقول له بس أنا مش عايزة أنام. فيقول لها خلاص مهمتك إنك تقعدي على الكرسي ده. فلسه كانت هتتكلم لكن هو يقول لها أنا مصمم إنك تقعدي. وفعلا بتقعد ويوتا بيدخل يعمل الأكل، وفعلا بيقعدوا ياكلوا. ويوتا يقول لها بالمناسبة التكييف اتصلح فابقي ذاكري في الصالة. فبتشكره ساكي وبتبدأ تاكل وبيعجبها الأكل جدا. ومرة واحدة تقول له أنا عايزة أروح المسبح. فبيستغرب يوتا ويقول لها بجد؟ طب كويس. فتقول له بس في مشكلة، هيكون عندنا شغل في اليوم ده. فيقول لها يوم إيه؟ فتقول له بعد بكرة. فيقول لها سيبيها عليا. فتقول له إزاي هتعمل إيه يعني؟ فيقول لها إنها ممكن تبدل الشغل مع أي حد تاني. فتقول له هو ينفع نعمل كده؟ فيقول لها أيوة عادي. وبعد مرور يومين فعلا بيروح يوتا وساكي المسبح وهما في الطريق بيتكلموا، ويقول لها النهارده الجو حر قوي. فتقول له ايوه فعلا صحيح، انت كنت من فتره جيت متضايق من الشغل صح؟ لما كنت جاي مع شيوري، لو حابب تحكي لي اي حاجه قول لي، ولو كنتوا عايزين تخرجوا سوا قول لي وانا ارشح لك اماكن. فيقول لها احنا مش بنخرج سوا. فتقول له بجد؟ فيقول لها ايوه. ليه افتكرتي اننا بنخرج سوا؟ فتقول له مش عارفه، ما علينا. بصراحه حساها جدعه قوي، يعني بتساعدني في الشغل وبتحترم حدودي ودمها خفيف. بعدها بتقول لنفسها أنا ليه بمدح شيوري كده؟ ممكن بغبائي أخليه يعجب بيها. وفعلا بيستغرب يوتا، فهي بسرعة بتقول له المفروض الكلام ده احتفظ بيه لنفسي، أنا آسفة. فيقول لها ولا يهمك، بس مش لازم تتأسفي بعد كل حاجة. فتقول له حاضر. بعدها تقول له هو أنت ليه جبت الدراجة بما إننا ماشيين سوا؟ فيقول لها مش عارف، أنا متعود إني أجيبها فخدها معايا. فبتضحك ساكي وتقول له شكلك مش بتركز الأيام دي خالص. فيقول لها الثانوية العامة بقى معلش. وبعدها بيكملوا طريقهم. بعدها بيروح يوتا وساكي للمسبح أخيرا، وبيكون معاهم كل الطلاب وبيكونوا كلهم عمالين بيتكلموا ويضحكوا سوا. وبتكون ساكي واقفة لوحدها وتقول زي كل يوم أنا فاشلة في الاختلاط، بس مش هخلي حاجة زي دي تعكر مزاجي. بعدها بيروحوا يجهزوا نفسهم علشان السباحة، وبتكون ساكي شايفة يوتا وهو عمال يهزر مع أصحابه وتقول يا ريتني كنت زيه، دايما بيعرف يتعامل معاهم، ومع ذلك هو مش بيحب يتفاعل معاهم وبيكون لوحده، وعلى ما يعتقد إن ده سبب انجذابي ليه. بعدها بتروح مايا عندهم وتقول لهم الحرب بدأت، هنلعب فرقتين ضد بعض ونشوف مين هيكسب، وجهزوا نفسكم للخسارة. بعدها بيروحوا فعلا ويستمتعوا بوقتهم، وبعدها بيقعدوا ياكلوا سوا وبيكون واضح عليهم الاستمتاع. بعدها بيروحوا يكملوا لعب، لكن ساكي مش بتنضم ليهم وبتكون بتراقب يوتا وبتكمل تأمل فيه وتقول مش عارفة هل حد تاني ملاحظ ولا لأ، بس هو دايما مش بيحب يلفت الأنظار مع إنه بيلعب معاهم، بس برضه بحس إنه مشتت ومش بيكون عايز يبقى الشخصية الرئيسية. وبصراحة دي أحلى حاجة، كده مش هياخد باله من البنات التانية. واضح إن ساكي وضع الغيرة عندها عالي. بعدها بفترة بيكون يوتا قاعد مع نفسه، فبتنضم ليه ساكي وتقعد معاه. فبتروح تقول له شكلك استمتعت النهاردة، بس لاحظت إنك ما كنتش مبسوط وإنت بتلعب ليه؟ فيقول لها بصراحة مش بحب أكون محط اهتمام وبعدها أبوظ الدنيا، فبما إن اللعبة بيتلعب فيها فرق فبخليهم هم يكونوا اللاعبين الرئيسيين وأنا بكون تابع ليهم وخلاص، دي لعبة يعني في الأول والآخر. فتقول له أيوة معاك حق، بس بصراحة أنت كنت بتلعب حلو النهاردة، كنت براقبك طول اليوم
ولقيتك الصراحة متفوق عليهم كلهم وعمال تساعدهم. فيقول لها شكرا، فتقول له أنا هروح أكمل سباحة، سلام. وبيكون يوتا هو اللي عمال يتأملها المرة دي، مش عارف إيه الحلقة اللي كلها تأملات دي. وبعدها بكام يوم بتكون الإجازة خلصت وبيكونوا في الطريق للمدرسة، وبتكون ساكي بتسمع يوتا وهو بيتكلم مع أصحابه وهما بيسألوا إزاي بيوازن بين الشغل والدراسة. فبيقعد يوتا يشرح لهم الشغل بتاعه عامل إزاي، فبيتعجبوا إنه إزاي بينظم وقته. وفي واحد عبيط بيقول له على كده بقى بتاخد كام؟ فبيطنشوا يوتا ومش بيرد عليه وبيكلم نفسه، وبيكون بيفكر في ساكي ويقول لنفسه أنا عمري ما كنت بعرف أتعامل مع البنات بسبب العلاقة بين أمي وأبويا، بسبب علاقتهم المؤذية خلت عندي نظرة تشاؤمية بين العلاقات، علشان كده عمري ما حبيت في حياتي لحد دلوقتي. ولكن في نفس الوقت مشاعري اتجاه ساكي مش فاهمها جت إزاي وليه هي بالذات بين كل الناس مع إنها أختي الصغيرة، بس في نفس الوقت مفيش بيننا رابطة دم ولا حاجة. وبيكون مشتت ومش لاقي إجابة. بعدها بيوصل المدرسة وبيكون واقف ومايا بتكون واقفة معاه وتقول له هات رقمك، فبيتستغرب ويقول ليه، ويبص على ساكي يلاقيها بتراقبه. لكن لما بتاخد بالها إنه شافها بتعمل إنها بتتكلم في التليفون، في مايا تقول له هات وخلاص، وبتمسك تليفونه وتصور رقمه وتمشي وتقول له سلام يا أخويا. وفي نهاية اليوم بيمشي يوتا مع ساكي، وساكي بتقول له أنت ومايا بقيتوا قريبين قوي من بعض. فبيقول لنفسه مش هننتهي من الحوارات دي بقى. فبيقول لها حبيت أشكرها بس على دعوتها ليا في المسبح، بقالي كتير ما استمتعتش كده. وهي بصراحة اهتمت بكل التفاصيل. فبتقول له شكرا. فبيستغرب ويقول لها شكرا على إيه؟ فتقول له مايا صاحبتي، فشكرا إنك عمال تمدحها. فبيقول لها فهمت، بالمناسبة هو أنت استمتعتي امبارح؟ فتقول له أيوة كنت مستمتعة بسببك. وبعدها بتقف وتقول له من وأنا صغيرة كنت بحب السباحة جدا، لكن من فترة طويلة ما كنتش مستمتعة كده. شكرا ليك إنك أقنعتني إني أروح المسبح. فيوتا كان لسه هيقول حاجة، لكن الألعاب النارية بتظهر فبيسكت شوية ويقول لها اتخضيت بصراحة. وساكي تقول له أيوة وأنا كمان، بقالها كتير بتظهر. بعدها تقول له مش عارفة قلت لك كده ولا لأ، بس بصراحة أنت شخص نادر. أنت أكيد عارف إن في ناس بيحاولوا يقللوا من مجهود شخص علشان يبرزوا نفسهم، لكن أنت العكس تماما، دايما بتمدح اللي قدامك على أبسط حاجة، ودي حاجة أنا بحبها جدا فيك. وتقول له أنت عبارة عن نجمة بتنور حياتي. أنا عايزة أقول لك حاجة. فيوتا بيتوتر ويقول يا رب تقول اللي في بالي. فهي تقول لنفسها أخيرا جت اللحظة اللي هقول له فيها. بعدها ساكي بتصدم يوتا وتصدمني وهتصدمك، وتقول له أنت أعظم أخ في الدنيا. طبعا يوتا بياخد الصدمة مش بيتكلم بعدها. فتقول له أنا فاجئتك ولا إيه؟ بس كان لازم أشكرك على مجهودك لأنك دايما بتخلي بالك عليا وبتهتم بيا. بصراحة أنت شخص يعتمد عليه كأخ. فبيقول يوتا لنفسه يا فرحتي. فتقول له يلا علشان ما نتأخرش. فيقول لها اسبقيني أنتي، أنا هروح أجيب حاجة. وفعلا هي بتسبقه وهو بيكمل كلام مع نفسه ويقول يعني بعد كل المدح اللي خلاني اتفائل ده طلع قصدها إني مجرد أخ، مع إن كلامها كان صدمة ليا، بس كان لازم تقول كده علشان أفوق شوية. هي عايزاني أخ خلاص هكون أخ، ولا أكتر ولا أقل. هي واثقة فيا فمش هسمح لنفسي إني أكسر الثقة بتاعتها. لكن بعدها عيونه بتدمع ويقول بس هعمل كده إزاي هروح البيت وعيني هتيجي في عينها لو اكتشفت إني بحبها. وفي الناحية التانية بتكون ساكي مدمرة نفسيا وبتقول لنفسها يا رب ما يكونش لاحظ إيدي. وهي كانت بترتعش بس مش مهم، لازم أكرر الجملة دي على نفسي، انتوا مجرد إخوات، بس يمكن لو هو بيحبني وشارك مشاعره هل هرفض المشاعر بتاعته ولا لأ؟ أنا خايفة لو طلع اللي في بالي صح فأنا ممكن أنهار. وبعدها بيوم بتصحى ساكي متأخر من النوم، فبتطلع في الصالة وبتلاقي أكيكو وأبو يوتا قاعدين. فبتسأل ساكي أكيكو وتقول لها مش انتي عندك شغل؟ فبتقول لها لأ. وأبو يوتا يسألها لو يوتا كل ده نايم؟ فساكي تقول له خليه نايم، تلاقيه مرهق من الدراسة. بالمناسبة أنا ما عنديش شغل النهاردة. فأكيكو بتفرح وتقول أخيراً هنتجمع سوا. وساكي تقول لنفسها أخيراً هعوض الأيام اللي معرفتش أعيشها معاكي. وبتقول لنفسها مش هسمح لمشاعري تبوظ السعادة بتاعت أهالينا، مش عايزة أكون سبب في تفكك الأسرة دي، بس يا رب مشاعري تفضل جوايا وما تخرجش. في نفس الوقت بيصحى يوتا من النوم وبيشوف الساعة بيلاقي الوقت متأخر، فبيزعل وبيروح يقعد معاهم بره. فأكيكو تقول له ساكي قالت إن مفيش شغل النهاردة. فبيقول أيوة فعلاً، بس أنا متضايق على المدرسة اللي فاتتني. فأبوه بيقول له عادي ما جاتش من يوم، ارتاح النهاردة وروح بكرة. وبيمشي. بعدها أكيكو تشكر يوتا. فيوتا بيستغرب ويقول شكرا على إيه؟ فبتقول له شكرا إنك أقنعت ساكي تروح المسبح وترتاح. فيقول لها بصراحة الفضل كله يروح لمايا، هي اللي دعتنا. فبتقول له أنا عارفة، لكن لولا ضغطك ممكن ما كانتش راحت. فبيسكت يوتا شوية ويقول يمكن فعلا معاكي حق. وتقول له شكرا على وجودك جنبها، أنا فرحانة إنك أخوها. وطبعا يوتا مش بيرد عليها. بعدها بتروح عنده وتقول له أنا قلت لك لو نجحت في الاختبار هقول لك أكتر حاجة ساكي بتحبها. وبتديله التليفون وبيكون التليفون فيه صورة ساكي وهي صغيرة. وفي نفس الوقت بتيجي ساكي، فلما يوتا بيبص على ساكي علشان يسلم عليها بيلاقي إنها قصت شعرها نفس شعرها وهي صغيرة. يعني أكيكو كان قصدها إن أكتر حاجة ساكي بتحبها هو الشعر القصير. بعدها ساكي بتسلم على يوتا وتقول له
أهلا بيك يا أخويا. وبعدها بيوم بتكون مايا بتكلم الفريق بتاعها اللي من ضمنهم يوتا وساكي، وشكلهم كده هيعملوا مشروع للمدرسة، ومايا هي الرئيسة بتاعته، وتقول لهم فريق الديكور هيرسم أفكار للديكور الداخلي، ويا ريت يكون ديكور يشرف مش أي حاجة وخلاص، وفريق التطريز هيعمل هو الهدوم وهيستعمل أحسن أنواع القماش والخيوط، وفريق الطعام هو اللي هيحدد قائمة الأكل ويختاروا الأدوات اللي بتستخدم كاستعمال مرة واحدة بس، مش عايزين ندخل في ميزانية كبيرة وإحنا مش قدها، والحوارات التانية زي المشروبات والحاجات دي هنتناقش فيها بعدين. وبس كده، شكرا مقدما ليكم. وكلهم بيكونوا فرحانين جدا وبيتمنوا إن الفريق بتاعهم هو اللي يكسب. بعدها في واحد بيقول لصاحبه بقولك يا شنينجو، إيه رأيك نلعب النهاردة؟ فشينجو يقول له تمام، خلينا نروح عند المحطة. وبتيجي بنت وتقول لهم أيوة بقالنا كتير ملعبناش هناك. فمايا بتسمعهم وبتروح تقترح على ساكي إنها تيجي معاهم. فساكي بتفكر شوية وتقول لها للأسف مش هعرف، عندي أعمال كتير جدا لازم أعملها، وتسيبها وتمشي. وبيكون شينجو بيبص لساكي بحزن، فصاحبه يجي ويقول له مالك يا شينجو، زعلان إنها مش هتيجي معانا ولا إيه؟ فيقول له يا عم اسكت، مش ناقصك. وواضح كده إن شينجو معجب بساكي وزعلان إنها مش هتروح تلعب معاهم. وبعدها بتكون أكيكو بتجهز نفسها علشان هتروح الشغل، فساكي بترجع البيت وتسلم عليها، وأكيكو تقول لها جيتي بدري النهاردة. فساكي تقول لها افتكرتك هتتأخري على الشغل فجيت بدري. تقول لها لا، أنا اتصلت بيهم وقلت إني هتأخر شوية. فساكي تقول لها يعني على الأقل كنتي تتصلي بيا، أنا لما عرفت إنك عايزة تتكلمي معايا عن اجتماع أولياء الأمور جيت بسرعة. فتعتذر ليها. وبعدها تقول لها إيه أخبارك أنت ويوتا؟ فبتقول لها عادي يعني زي كل الأخوات. فتقول لها لا مش قصدي في المدرسة. فساكي تقول لها إحنا مش في نفس الصف فمفيش بينا أي رابط. فأكيكو تسألها لو حد في المدرسة عارف إنهم إخوات. فساكي تقول لها لا مفيش حد يعرف، الوحيدة اللي عارفة هي مايا. فتسكت أكيكو وبتكون عايزة تقول حاجة. فساكي تقول لها مالك، أنت قلتي عايزة تتكلمي عن حوار الاجتماع بتاع أولياء الأمور، في إيه؟ فكيكو تقول لها عايزة أقولك حاجة بس متزعليش. فساكي تقول لها حاضر. فكيكو تقول لها والد يوتا مشغول في الشغل بتاعه وانا مش حابه اني اضغط عليه بحوارات المدرسه وكده، فكنت بفكر اني احضر الاجتماع بتاع يوتا هو كمان، بس زي ما انت عارفه بما اني لسه واخد الاجازه فمش هينفع اخد كمان اجازه لاجتماع يوتا، فكنت عايزه اني اعمل الاجتماع بتاعك انت ويوتا في نفس اليوم، لكن التلاميذ ممكن ياخدوا بالهم انكم اخوات. وعلشان اكون صريحه معاكي في سبب كمان، انا حاسه ان يوتا مش قابلني كأم ليه ومش عارف ينسجم معايا، فانا هروح الاجتماع بتاعه ويمكن كده نتقرب من بعض. وفي نفس الوقت يوتا بيرجع من المدرسة فبتقوم أكيكو علشان تسلم عليه وتقول له جيت في الوقت المناسب، أنا وساكي بنتكلم عن الاجتماع. فبيستغرب يوتا ويقول اجتماع إيه؟ قصدك بتاع أولياء الأمور؟ فتقول له والدك مشغول جدا في الشغل بتاعه، فأنا كنت ناوية أحضر الاجتماع بتاعك أنت كمان مع ساكي. ويوتا بيكون متنح ومش فاهم حاجة، فتقول له هحاول على قد ما أقدر إني أخلي كل واحد فيكم في يوم، لكن لو معرفتش فخلاص هخليكوا في نفس اليوم، لكن المشكلة إن زمايلكم مش عارفين إنكم إخوات، فدي ممكن تكون مشكلة، لكن هحاول. فيوتا يقول لها يعني انت كده هتيجي المدرسة مرتين؟ فتقول له أيوة. فيقول لها على فكرة مش أبويا لوحده اللي مشغول، انت كمان بتشتغلي وبترجعي متأخر فهيكون حرام إنك تصحي للمدرسة. فتقول له عادي ولا يهمك، ولسه كان هيفتح موضوع معاها لكن هي بتقطعه وتقول له معلش لازم أمشي علشان هتأخر، وبتودعه. ولسه كان هيتكلم مع ساكي لكن هي كمان بتقول له أنا كمان هتأخر على الشغل، وبتودعه وتمشي. وبيكون يوتا ساعتها واقف شبه البطة، وفي المكتبة بتكون ساكي بتفكر في كلام أمها إن يوتا مش متعود عليها وإنها هتروح الاجتماع وساعتها ممكن تقرب منه. بعدها بيكون يوتا بيعمل الأكل، وهو بيعمل الأكل ساكي بترجع البيت وتسلم عليه، فبيسلم عليها ويقول لها جيتي في الوقت المناسب، لسه عامل الأكل دلوقتي تعالي ناكل وهو سخن. فتقول له تمام، وبيسكتوا الاتنين شوية. بعدها يقولوا في نفس الوقت هنعمل إيه بخصوص الاجتماع؟ فيوتا يقول لها كويس إننا عايزين نتكلم في نفس الموضوع، تعالي ناكل وندردش شوية. فبتوافق ساكي وفعلا بعدها بيقعدوا ياكلوا سوا. وبعدها ساكي تقول له الأكل جميل شكرا، مستواك عمال يتحسن. فيقول لها كويس إنه عجبك. بعدها يقول لها بخصوص الاجتماع إحنا مش عايزين حد يعرف إننا إخوات، بس لو فكرنا فيها هنلاقي إننا بنعمل كده علشان خايفين من ردة فعلهم، بس أنا ما عنديش مشكلة لو الطلاب عرفوا إنك أختي، بس دي حاجة ما تخصنيش. فساكي تقول له كنت لسه هقول لك كده برضو، أنا ما عنديش مشكلة بس برضو مش هينفع أخد القرار ده لوحدي. فهو يقول لها لو عايزة رأيي أنا شايف إن فعلا أبويا بيتعب في الشغل فمش هيعرف يجي الاجتماع، وفي نفس الوقت أكيكو قالت إنها ممكن تغيب يوم واحد من الشغل، فخلاص هنكون إحنا الاتنين في نفس اليوم، وأكيكو كده هتروح يوم واحد بس. فبتقول له أيوة فعلا ده أحسن حل، واللي يحصل يحصل، وشكرا على الأكل. وبتقوم تشيل الأطباق. فهو يقول لها خليكي مكانك، أنا عارف إنك تعبانة من الشغل فخليكي وأنا هنظف الدنيا. فتقول له خلاص تعالى نعمل سوا. وفعلا بيبدأ يوتا هو وساكي ينظفوا سوا، وهما بينظفوا بيكونوا عمالين يكلموا نفسهم، ويوتا يقول لنفسه أبويا وأكيكو كانوا نفسهم إننا ننسجم سوا، وأخيرا بدأنا ننسجم فعلا وهنعرف الدنيا كلها إننا إخوات، فلازم إني أسيطر على مشاعري. وساكي برضو تقول لنفسها
أول مرة أحس إنك فعلا بتفكر في غيرك كده، مع إن سمعتي مش ألطف حاجة. لكن هو موافق إنه هيقول إنه أخويا وإنه خايف على شغل أمي. دي حاجة بسطاني. والاتنين يقولوا في نفس الوقت إحنا عيلة واحدة. وتاني يوم يوتا بيقول لأبوه إنه هيقول في المدرسة إن ساكي أخته، لأنه مش مرتاح في الاستمرار في الكذب على الناس. فيقول له أنت متأكد من القرار ده؟ فيقول له أيوة، اتناقشنا أنا وساكي واتفقنا خلاص. فأبوه يقول له خلاص براحتك، لو ده هيريحك أنت وهي، أهم حاجة ما تندموش بعدين. بالمناسبة في حوار عايز أتناقش معاك فيه، هو أنت قابل إن أكيكو تكون من العائلة بتاعتنا؟ فيستغرب يوتا ويقول له أيوة طبعا. فيقول له كويس، كنت حاسس إن في حدود بينك وبينها. فيوتا يقول له أكيد في حدود، بس مش ليها. أنا عامل حدود لساكي. ولسه كانوا هيكملوا كلام، لكن ساكي بتصحى وتسلم عليهم، لكن بتقول لوالد يوتا صباح الخير يا بابا، وتعتذر لوالد يوتا إنها ما عملتش هي الأكل. فيقول لها ولا يهمك، تعالي كلي معانا، وبتشكره. وقبل ما تقعد بتوري ليوتا رسالة من التليفون بتاعها وتقول له دي رسالة من ماما، وهي فرحانة جدا إنك وافقت إنها هتيجي الاجتماع بتاعك. فبيقول لها يوتا كويس إنها فرحانة بسببي. وبعدها وهو في الطريق للمدرسة بيكون عمال يفكر في كلام ساكي، وهي بتقول لأبوه يا بابا، وإن أكيكو زعلانة إن في حدود بينه وبينها. فيفكر مع نفسه ويقول هل لازم أقول لها ماما ولا لأ، وبيكون متردد من القرار ده. بعدها بيروح المدرسة ويقف مع صاحبه مارو اللي مش بيجي منه غير البلاوي السوداء. وللأسف بيقول له إن ساكي أخته. فمارو بيتصدم ويقول له دلوقتي كل حاجة واضحة، علشان كده مايا كانت بتيجي البيت عندك لأنها جاية لأختك مش ليك. بس استنى، أنا قلت كلام كتير عن أختك، أنا بعتذر. فيقول له ولا يهمك، أنت وقتها ما كنتش عارف. وفي الناحية التانية بتكون ساكي مع الشلة بتاعتها، لكن للأسف بتكون مترددة إنها تقول لهم. لكن شينجو بيقاطع تفكيرها ويقول إيه رأيكم نخرج النهاردة نروح نلعب البولينج؟ ومش بينزل عينه من ساكي. فمايا تقول لها إيه رأيك؟ فتقول لها صدقيني مش هعرف للأسف، عندي دراسة كتير. فشينجو يقول لها خلاص تيجوا نعمل جلسة للمذاكرة ونذاكر كلنا سوا. وكله بيوافق على الفكرة دي. ومايا تقول لهم خلاص سيبوا فكرة المكان عليا، بس الأول موافقة يا ساكي؟ فساكي تقول لها أيوة طالما هنذاكر خلاص. بعدها بيكون يوتا ماشي من المدرسة ورايح الشغل، لكن بيلاقي ساكي واقفة ومستمتعة مع أصحابها. فكان هيروح يقف معاهم، لكن بيقرر إنه مش حابب يبوظ الفرحة اللي فيها، وبيمشي يروح الشغل. وهو في الشغل شيوري تقول له أهلا باللي بقاله كتير مش بيجي، بقالك كتير مش بتشتغل في نفس وقت ساكي، في حاجة ولا إيه؟ فيقول لها لو ما بطلتيش كلام هروح أقول للمدير إنه يطردني أنا وإنتي. فتقول له في إيه بجد؟ فيقول لها يا عبيطة دي أختي، هيكون في إيه؟ فتقول له أرجع وأقول إنها مش أختك، انتوا تعتبروا إخوات لكن مش إخوات من نفس الأهل. وبعدها تقول له بدل ما انت قالب خلقتك عليا كده، عندي ليك أخبار حلوة. الكلية عندي هتعمل حفلة قريب وفي بنات كتير هيكونوا موجودين، فلو انت حابب تشقط بنت فتمام. فيقول لها والله انت عايزة تروحي مستشفى المجانين. وبعدها بيسيبها ويمشي يرتب الكتب، لكن بيلاقي بنت بتدور على كتاب. فيقول لها محتاجة مساعدة، وبيتصدم إنها نفس البنت اللي كانت معاه في المدرسة. فتسلم عليه وتقول له أهلا بيك يا يوتا. فبيستغرب يوتا إنها إزاي عرفت اسمه، وبيقول لها أنت عارفة اسمي إزاي؟ فبتقول له مكتوب على البطاقة بتاعتك. فبيحس يوتا إنه غبي فبيسكت. فبتقول له بالمناسبة اسمي هو كاهو. فيقول لها بس أنا بقالي كتير مش بشوفك في المدرسة. فتقول له أيوة حابة أخد أجازة. بعدها بيكملوا كلام وتقول له معلش أنا لازم أمشي دلوقتي، وبتسيبه وتمشي. وفي نفس الوقت بتكون ساكي كئيبة كالعادة، وتقول لنفسها لو أنا عايزة أعمل حدود بيني وبينه ليه عملت له العشاء وكتبت له رسالة؟ وبيطلع إنها فعلا عملت ليه عشاء وكتبت ليه رسالة إن الأكل ده بتاعه. وتكمل وتقول أنا خايفة لو أنا فضلت بعامله كده ممكن العلاقة تفشل خالص. أنا مترددة ومش لاقية إجابة، وبسأل نفسي دايما السؤال ده، هل لو يوتا ما كانش أخويا كنت اعترفت بحبي ولا لأ؟ بعدها بيوم بيكونوا كلهم قاعدين بيفطروا، وأبو يوتا يسألهم لو الاجتماع النهاردة فأكيكو تقول له أيوة هيكونوا ورا بعض. وبعدها تقول لهم خلوني راجع المواعيد، يوتا الاجتماع بتاعك حوالي الساعة 4. فيوتا يقول لها أيوة، وتكمل وتقول وانت يا ساكي اجتماعك الساعة 5. فهي كمان تقول لها أيوة. فأبو يوتا يقول لها تشكري على كل اللي بتعمليه، مش عارف بدونك كنت هعمل إيه. فهي تقول له ولا يهمك عادي، المهم إنك ما تتعطلش في الشغل. فساكي تيجي مرة واحدة وتقول لها في إيه؟ بابا ملتزم في الشغل. فأبو يوتا يضحك ويقول لها اهدي شوية إحنا بنهزر. وطبعا كلنا عارفين إن ساكي قصده كل شوية تقول بابا علشان تفكر نفسها إنها ويوتا إخوات. وبعدها في المدرسة بيكون يوتا في المكتبة وبيدور على كتاب. فمايا تيجي مرة واحدة وتقول له بتعمل إيه؟ فهو يقول لها ولا حاجة بضيع الوقت بس لأن اجتماعي النهاردة. فتقول له أنا كمان برضو النهاردة الساعة 3. فيقول لها وأنا معادي 4. فهي تقول له لسه بدري، لو عايز تروح تعمل أي حاجة عادي. ساكي روحت البيت أصلا، وبتكون ساكي فعلا بعتت ليه رسالة وتقول له إنها هتروح البيت علشان تجيب أكيكو. وبيكون يوتا سرحان وبيفكر فيها. فمايا تقول له أنت معايا ولا إيه؟ ساكي شكلها لحست مخك. فيقول لها آسف كنت سرحان. فتقول له طالما أنت مهتم بيها كده ليه مش عايز تعترف ليها؟ فيقول لها لا طبعا مش مهتم بيها ولا حاجة. فتقول له متأكد؟ فيقول لها أنا وساكي إخوات بس. فتقول له بس لو فكرت هتلاقي إنكوا حرفيا مش إخوات، أبوك اتجوز أمها ولقيتوا نفسكوا إخوات، فعادي لو في مشاعر بينكوا. فيقول لها للمرة المليون بقول إننا شايفين نفسنا إخوات بس. فتسكت شوية
وتقول له براحتك، بس كده هي ممكن تروح منك. فيقول لها قصدك إيه؟ فتقول له أنا حاسة إن في شخص بيحب ساكي، فعايزة أسألك سؤال، لو هو طلب مني إني أكلم ساكي في الموضوع عادي؟ فيسكت يوتا شوية ويقول لها أنا مالي، براحتك، دي حاجة ما تخصنيش، اعملي اللي عايزاه. ويزعل ويسيبها ويمشي. وبعدها بيجي وقت الاجتماع بتاعه، وبيكون ماشي هو وأكيكو وبيتكلموا سوا. فتقول له عايزة أسألك سؤال، هو قبل ما أنا وأبوك نتجوز عمرك شفت ساكي في المدرسة قبل كده؟ فيقول لها مش فاكر بصراحة، ممكن نكون اتقابلنا صدفة، لكن عمري ما كلمتها ولا لعبت معاها. فتقول له خلاص تمام. فبيسأل يوتا نفسه ويقول هي ليه سألت السؤال ده. بعدها بيكملوا لحد ما بيوصلوا لباب غرفة الاجتماع، وأكيكو تقول له خليك واثق فيا، فيقول لها أنا واثق فيكي. بعدها بيدخلوا الاجتماع، والمدير يقول لها يوتا طالب ممتاز عندنا، يعني بجانب إنه بيشتغل إلا إنه مش بيهمل الدراسة، فلو كمل كده أنا واثق إنه هيعرف يروح أي جامعة عايزها. فهي تقول له بتتكلم بجد؟ فيقول لها أكيد بتكلم بجد، وبجانب كل ده أخلاقه عالية ومتربي، بصراحة أحييكي على تربيته. فأكيكو بتتوتر وكانت لسه هتقول إنها مش والدته، لكن يوتا بيقول أيوة فعلا ماما عرفت تربيني. وطبعا أكيكو بتفرح جدا إن أخيرا يوتا اعترف بيها. فالمدير يقول له نهاية الكلام، أنت طالب ممتاز، وإن شاء الله لما تخلص الثانوي اختار أي جامعة وأنا هدخلها لك. فأكيكو بتفرح جدا وتقول له شكرا لحضرتك. بعدها بتمشي هي ويوتا وبتكون سعيدة جدا وتقول له شكرا إنك قلت إني أمك، طول عمري كان نفسي في ولد يقول لي كده. وبتيجي ساكي في نفس الوقت وتشوفهم وتكون مبسوطة. بعدها بيبدأ اجتماع ساكي، والمدرسة تقول بصراحة ما كنتش مرتاحة لساكي في الأول، انتي أكيد عارفة كان في إشاعات كتير عليها، والمصيبة إن المدرسين حتى صدقوا. لكن بعدها عرفت الحقيقة لما قعدت فترة بدرس لساكي، لقيتها عكس الإشاعات، هي خجولة وبتحب تقضي معظم الوقت مع نفسها. أنا فاهمة وعارفة إنها بتحب تهتم بنفسها وشكلها، لكن المدرسة ليها حدودها واحترامها برضو، صح يا ساكي؟ فساكي تقول لها حاضر. في المعلمة تقول لها نتكلم في المفيد، الدرجات بتاعتك عمالة تزيد حاليا، واللغة بتاعتك حلوة، في أي جامعة عايزة تروحيها؟ فساكي تقول لها بصراحة عمري ما فكرت في مكان محدد، عايزة أي جامعة تكون تكاليفها مش كتير وتوفر ليا وقت للشغل. في المعلمة تقول لها فهمت، طب إيه رأيك في جامعة طوكيو؟ فساكي تقول لها مش عارفة، بس حساها هتكون غالية والطلاب اللي فيها عباقرة. فالمعلمة تقول لها بدرجاتك دي بصراحة شايفة ليكي مستقبل هناك، وهي جامعة عادية مش غالية قوي، هم على العموم هيعملوا حفلة في الأسبوع ده، لو حابة تروحي تشوفي المكان عامل إزاي. فساكي تشكرها وتقول لها هحاول أروح. بعدها بتكون أكيكو ماشية مع ساكي وتسألها هي هتعمل إيه، فساكي تقول لها إنها هتروح تشوف الجامعة بكرة وتشوف النظام. فبتقول أكيكو لنفسها إنها فخورة بيهم هما الاتنين. وبعدها بيوم فعلا ساكي بتروح الجامعة، وبننصدم إن دي نفس الجامعة بتاعت شيوري، ودي نفس الحفلة اللي شيوري قالت ليوتا إنه يروح معاها. فشيوري تفرح جدا وتقول لها أخيرا لقيت حد عدل هنا، تعالي نروح لي جولة في الجامعة. ولسه ساكي كانت هترد عليها، لكن بتيجي واحدة وتقول لشيوري مين البنت دي؟ فشيوري ترحب بيها وتقول لها دي صديقتي ساكي اللي بتشتغل معايا في المكتبة. وتعرف ساكي على البنت التانية وتقول دي كودو، هتدينا النهاردة محاضرة عن الأخلاق. فكودو تقرب من ساكي وتقول لها شكلك وراكي سر مستخبي. فساكي بتستغرب لكن مش بترد عليها. فكودو بتطلع على السلم وتقول لساكي تعالي معايا. فساكي تقول لنفسها أطلع ولا لأ؟ هطلع بقى وخلاص وربنا يستر. ولما بتطلع كودو تقول لها شيوري كلمتني عنك، أو علشان أكون صريحة كلمتني عنكوا انتوا الاتنين، استني هو كان اسمه إيه؟ فساكي تقول لها قصدك على يوتا؟ فتقول لها أيوة هو ده، نسيت اسمه بس هبقى أضيفه في الكتاب. وبيطلع إنها عاملة كتاب اسمه العلاقات العامة، وبتضيف فيه تقريبا معلومات عن كل الناس اللي تعرفهم. وبعدها تقول لها انتي بتحبي بقى يوتا على كده صح؟ بس ده مينفعش لأنه المفروض آخر شخص تديله مشاعر. فساكي بتتعصب وتقول لها انت ليه بتقولي كده؟ فكودو تقول لها هي دي العصبية اللي كنت عايزاها. فساكي تقول لها بصراحة أنا مش مرتاحة لك. فكودو تقول لها أنا بحب البنت الصريحة، فخليكي صريحة معايا، انت بتحبي يوتا صح؟ فساكي تقول لها إنه مجرد أخ داعم ليها. فتقول لها سؤالي واضح، بتحبي يوتا ولا لأ؟ فتقول لها هو أخويا. فتقول لها هو أخوكي بس مفيش أي رابط. فتقول لها هو مجرد أخويا برضه. فكودو تقول لها سألتك السؤال كذا مرة ولا مرة قلتي مش بحبه، شكلك هتتعبيني معاكي. وطبعا ساكي بتاخد الصدمة ومش بترد عليها، وللأسف بتقول لها الحوار كله. وفي نهاية الحوار كودو تقول لها أنا فهمت، دلوقتي انت مترددة في المشاعر اللي جواكي، وده طبعا طبيعي لأن اللي بيحصل ده نادر ما بيحصل، انت بتحبيه بس مش عايزة تفضحي مشاعرك علشان خايفة ليكون مش بيديكي نفس المشاعر، وفي نفس الوقت خايفة لحسن الأسرة تتدمر. بصراحة أنا عمري ما عدت عليا حالة شبهك، بس هكون صريحة معاكي، انت شجاعة انك عارفة تكتمي المشاعر دي، لكن في نفس الوقت ده غلط، لأن نفترض انه بيديكي نفس المشاعر وانت فضلتي كتماها، ساعتها ممكن ملاقيش أمل، فممكن يحب حد تاني وتبقي ضيعتي الفرصة. أنا مش عايزة أضغط عليكي لأن القرار ده بتاعك لوحدك ومش هينفع أتدخل. فبتشكرها ساكي على الجلسة دي لأن الفضفضة ريحتها كتير. وبعدها بتروح لشيوري علشان يحضروا سوا المحاضرة بتاعت كودو في الجامعة، وفعلا بيحضروا وبيكونوا مستمتعين جدا. وفي نفس الوقت يوتا بيروح المكتبة لكن بيلاقي كاهو قاعدة بتقرأ، فبيسلم عليها وبيقعد جنبها يقرأ.
بعدها لما بيخلص بياخد بعضه ويمشي، لكن كاهو تنادي عليه وتقول له إيه رأيك تيجي ناكل سوا؟ فبيستغرب يوتا لكن بيوافق، وتقول له لما لقيتك قعدت جنبي حسيت إنك عايز تقول حاجة. فيقول لها لا ولا حاجة. فتقول له هو أنت كنت رايح مشوار؟ فيقول لها أيوة كنت رايح المتجر. فتقول له خلاص تعال نجيب أكل هناك أحسن. وفعلا بيروحوا وبيشتروا حاجات، لكن كاهو كانت لسه هتجيب أعشاب بحرية، لكن لما بتلاقي يوتا جاب حاجة خفيفة فرجعت في كلامها وجابت نفس حاجة يوتا، وبيكون يوتا ملاحظها لكن مش بيتدخل. بعدها بيروحوا ياكلوا سوا، فيسألها يوتا إنه بقاله كتير مش يشوفها في المدرسة. فتقول له بصراحة مش بحب أجي المدرسة الصبح، بحب أجي في نص اليوم، الناس واخدة عني فكرة مش حلوة إني بروح المدرسة الليلية، أنت إيه رأيك؟ فيقول لها أنت تعملي اللي عايزاه وملكيش دعوة بحد. فتقول له يعني أنت مش واخد عني فكرة وحشة؟ فيقول لها أكيد لأ، كل إنسان حر في قراراته. فتقول له أنت شخص مش معقد من جوه يوتا. فيوتا يقول لنفسه أنا سمعت الجملة دي من مين؟ وبتطلع إنها نفس الجملة اللي ساكي قالتها أول لما جات البيت. وفي آخر اليوم بتودع كاهو يوتا، لكن هو بيسألها ويقول لها آسف على السؤال ده، بس أنا شفتك في المتجر وأنت كنت عايزة تجيبي حاجة لكن غيرتيها ليه؟ فتقول له الأعشاب البحرية بتتحشر في أسناني وبيكون شكلها مش حلو. وطبعا يوتا بيتمنى إنه ما كانش سأل السؤال ده. بعدها بتودعه كاهو وتقول له أبقى أشوفك بكرة، ويوتا بيفرح لما تقول له كده. بعدها بيرجع يوتا البيت وبيقعد ياكل هو وساكي، وتقول له النهاردة كان يوم جميل، المدرسة بتاعة الاجتماع رشحت لي جامعة علشان أروح أشوفها، وتخيل لقيت مين هناك؟ فيقول لها مين؟ فتقول له شيوري، كانت في الاستقبال وقابلت بنت غريبة وقعدنا نتكلم كتير. فيقول لها شكلك استمتعتي النهاردة؟ فتقول له أيوة بصراحة. فيقول لها ناوية تروحي الجامعة دي بقى ولا لأ؟ فتقول له حاليا مش عارفة أقرر بصراحة. فيقول لها ربنا معاكي. فتقول له وانت عملت إيه النهاردة؟ فيقول لها قابلت زميلة ليا من المدرسة وقعدنا نتكلم شوية ورحنا اتغدينا سوا وهنتقابل بكرة. فساكي تقول له ربنا معاك. والأول مرة ساكي ما تكونش غيرانة، فبيكلم يوتا نفسه ويقول كده حلو قوي، ساكي حاليا مشغولة بحوار الجامعة وأنا اتعرفت على واحدة وهنتقابل كل فترة، كل واحد فينا عايش حياته الخاصة واتمنى إننا نكمل كده كأخ وأخت طبيعيين. وبعدها بيوم بتكون مايا بتكلم الفريق بتاعها، ومايا تقول لهم عايزين أي حد يروح يجيب حاجات من السوبر ماركت. فساكي تقول لها هروح أنا. فشينجو يقول لها استني هاجي معاكي. وفعلا بتروح ساكي وشينجو عند السوبر ماركت وبيشتروا الحاجات سوا، ولما بيخلصوا بيشيل شينجو الحاجات. فتقول له استنى هشيل معاك. فيقول لها ماشي شكرا، ويقول لها يلا بسرعة علشان ما نتأخرش، ويكملوا كلام. وبيكون في نفس الوقت يوتا في المطعم اللي قدامهم وبيكون حاسس بالغيرة جدا من شينجو، لكن كادو اللي بتكون قاعدة معاه بتقاطع تفكيره وتقول له مالك النهاردة؟ فيقول لها كنت سرحان شوية. كنت بتقولي ايه؟ فتقول له ما كنتش بقول حاجة، بس هو انت كويس، حساك متغير شوية، لو مش عايز تتكلم براحتك، بس انا قلقانة عليك بصراحة، حسيت انك امبارح كنت بتهرب من حاجة علشان كده كنت بتضيع وقتك معايا وما كنتش عايز تقرب مني. فبيسكت يوتا لان للاسف كل كلام كادو صح، وبعدها بتحس انه حزين فعلا، فتهزر معاه وتقول له ايه رأيك نجيب اكل تاني؟ الأكل هنا حلو قوي. وبعدها تقول له أسفة على السؤال ده، بس هي المشكلة اللي عندك بسبب الحب. فيقول لها بتسألي ليه؟ فتقول له دايما الشخص لما بيحصل له مشاكل في الحب بيروح لشخص تاني علشان يعوض اللي راح. فيقول لها المشكلة إني حبيت بنت ما ينفعش إني أحبها، ولو حبيتها واعترفت ليها ممكن الأسرة تتفكك. أنا عارف إني المفروض انساها بالكامل بس مهما حاولت بفشل. فتقول له شكلك تايه فعلا، طب هو أنت فاضي النهاردة؟ فيقول لها أيوة بس ليه؟ فتقول له تحب نخرج نتمشى النهاردة؟ عايزة أتكلم معاك. فيقول لها خلاص ماشي. وبعدها بيبعت يقول لساكي إنه هيتأخر شوية لأنه هيروح مشوار. ونرجع لساكي اللي بتكون لسه مع شينجو. فشينجو بيقول لها حاجة لكن مش بتسمعه كويس وتقول له معلش قول تاني مش سامعة. فيقول لها كنت بقول إني بحبك. فتتصدم ساكي وتسكت شوية وتقول له شكرا إنك صادق معايا، بس أنا أسفة يا شينجو، أنا شايفاك مجرد زميل دراسة بس. فيقول لها هو في حد تاني في تفكيرك؟ فتقول له لأ مفيش. فيقول لها يعني أنت رافضة بدون سبب؟ فتقول له أسفة بس مش بديك نفس المشاعر. فيقول لها خلاص عادي ولا يهمك، هنفضل صحاب في المدرسة. ويودعها وياخد الحاجات ويمشي وهو حزين. وبعدها بترجع ساكي البيت وبتلاقي إن يوتا بيقول لها إنه هيتأخر النهاردة لأنه في مشوار، فتفتكر إنه أكيد مع البنت اللي قال عليها، فبتزعل جدا. ونرجع ليوتا وكادو اللي بيكونوا بيتمشوا في المدينة، وكادو تقول له شايف الدنيا زحمة إزاي؟ كتير منهم ناس ملهمش لازمة، لما كنت في الإعدادي كنت واحدة زيهم، كنت تايهة ومش فاهمة حاجة. وطبعا يوتا مش فاهم حاجة زي ما أنت مش فاهم. ويقول لها ليه بتقولي كده؟ فتقول له علشان أنت بتفكرني بنفسي لما كنت صغيرة، وده منرفزني إنك شايل حمل كبير عليك وإنت مش قده. شعور مش حلو لما الشخص يكبر بدون والدته. فيسكت يوتا شوية ويقول لها هو أنت كمان كبرتي بدون والدتك؟ فتقول له للأسف لا، أنا كبرت بدون ولا أم ولا أب. وتحكي له إنها لما كانت صغيرة وهي واقفة قدام مصنع بيولع، وتقول له أبويا وأمي ماتوا في مصنعهم، وبعدها عرفت إن أهلهم كانوا معترضين على الجوازة من الأول، وفي الجنازة بدل ما يكونوا حزينين أهل أبويا قالوا إن ده جزات اللي مش بيسمع كلام أهله لأنهم كانوا معترضين على الجوازة، ولما هو مسمعش كلامهم مات. فكادوا تقول له أنا اتصدمت لما قالوا كده
وكانت المشاعر بتاعتي وقتها اختلاط بين الكراهية والحزن، كانت فقدان الأمل. لكن عمتي الوحيدة اللي وقفت جنبي وكانت قلقانة عليا لدرجة السهر طول الليالي علشان تواسيني. وفي اليوم اللي رحت فيها عندها أول حاجة قالتها إن الحزن مش هيفيد بحاجة، وإن لازم الشخص يكمل ويتخطى كل اللحظات الصعبة. لو الشخص فاكر إنه خسر كل حاجة فهو غلطان، لأن طول ما هو موجود مع مرور الوقت بيكتسب حاجات جديدة. وبعدها تقول له أنت مش واثق في البنات عموما بسبب والدتك صح؟ فيقول لها يعتبر أيوة. فتقول له بص يا يوتا، أنت بتحاول إنك تكتم المشاعر بتاعتك صح؟ فيقول لها دي الحاجة الوحيدة اللي مش هعرف أخرجها، لأن المشاعر اللي جوايا لو اتحررت ممكن تبوظ كل حاجة، لو فضلت مكتومة هتختفي مع الوقت. فتقول له احنا كلنا بشر، مفيش حاجة تخليك تكتم مشاعرك وتتأثر بسببها. حاول تضحك على نفسك وتوهم نفسك ان المشاعر اختفت، لكن وقتها قلبك هيعرف انك بتكذب عليه وساعتها هيحصل بلاوي. فيقول لها بس مش عايز اكون اناني، مش عايز ابوظ الدنيا كلها بسبب اني خايف على الكتمان. فتقول له لا، خليك اناني، انك تكون اناني احسن من تكون مجروح. فيفكر في ساكي ويقول لنفسه خلاص انا اخدت القرار النهائي. وتاني يوم بيقعد يوتا يفطر مع ساكي ويقول لها بقولك حاسس اني شفتك امبارح جنب السوبر ماركت وانتي ماشيه مع حد، حاسس اني اعرفه صح؟ فتقول له ايوه كنت ماشيه مع شينجو، كنا بنشتري حاجات للمسابقه، ممكن اسالك انا بقى سؤال؟ فيقول لها ايوه اكيد. فتقول له امبارح شفت انك بعت رساله تقول انك هتتاخر، كنت فين؟ فيقول لها كنت بتمشى شويه. فتقول له لوحدك ولا مع شيوري ولا مع مين؟ فبيضحك ويقول لها اهدي شويه، كنت مع بنت ما تعرفيهاش، فاكره لما قلت اني هخرج مع بنت؟ فتقول له خلاص مش عايزه اعرف. فيقول لها هقولك عادي. قعدنا نتكلم واستشرتها في حاجات كتير وفادتني الصراحه. فتقول له فادتك في ايه؟ فيقول لها حابب اني اعترف بحاجه واتمنى تسمعيني للاخر. فبتبدا انها تتوتر وتقول في ايه؟ فيقول لها بصي يا ساكي، حاسس اني في مشاعر من ناحيتي ناحيتك. وبعدها بيحصل سكوت مؤقت وبعدها تقول له انت كذاب. فيقول لها انا مش كذاب. فتقول له يبقى بتهزر. فيقول لها مش بهزر برضه، دمي مش تقيل للدرجاتي، انا بديكي مشاعر من اول ما جيتي البيت عندنا. فتقول له انت متاكد يا يوتا؟ فيقول لها مش ملاحظه ان دي اول مره تناديني باسمي؟ فتتصدم ساكي وتقول له مش قصدي، انت بجد بتديني مشاعر؟ فيقول لها ايوه انا بحبك. فتقول له قصدك حب اخوات صح؟ فيقول لها لا. فتقول له يعني حب انك تغير عليا لما اكون مع حد وعايز تحضني؟ فيقول لها ايوه. فتقول له طب المشاعر دي للاخوات برضه صح؟ فيقول لها بجد؟ فتقول له ايوه في مشاعر زي دي بس كحب اخوات. فيقول لها ده ممكن يكون احتمال فعلا بس نسبته ضئيله. فتقول له الشخص بيتلخبط بين الانجذاب العاطفي وحب الاخوات، انا لسه جايه البيت عندك فاكيد بقيت اختك علشان كده بتحبني. فيوتا يقول لها ساكي انا بحبك. فتبدا انها تتوتر وتعيط وتسيبه وتمشي. فبيسيبها يوتا على راحتها وبعدها بكام ساعه بيخبط عليها لكن هي مش بترد عليه وبتكون منهاره. فهو يقول لها انا عارف انك سمعاني بس عايز اتكلم معاكي شويه علشان ما احسش اني جرحتك، لكن هي مش بترد عليه برضه. فيقول لها خلاص على راحتك، لما تحبي تتكلمي معايا اي وقت براحتك. ولسه هيمشي لكن ساكي بتفتح وتقول له انا ما عنديش مشكله، وتمسك ايده وتسحبه للغرفه وتروح تحضنه وتقول له شكرا انك اتحليت بالشجاعه علشان تكون صريح معايا، لانك لو كتمت المشاعر بتاعتك كنت هتتألم بسببها. وبعدها تمسك ايده وتقول له متقلقش انا مستعده اشيل الألم ده معاك مهما كانت مشاعرك ليا، اذا كانت كأخ او كحب فما عنديش مشكله لاني بحبك انا كمان من قلبي من اول ما جيت البيت. فيتصدم يوتا لانها كانت بتحبه زي ما هو بيحبها. بعدها تقول له اي وقت حسيت انك حزين او عايز مواساه فقول لي وانا هكون معاك دايما، احنا مش عايزين مشاكل لاهلنا صح؟ كنا 2 اخوات دلوقتي بقينا بنحب بعض. فيقول لها اكيد مش هنتسبب ليهم باي مشاكل. فتقول له عايز اقول لك حاجه، لو عرفت انك مع بنات تانية هكون غيرانه منهم. فيقول لها وانا كمان، ومتقلقيش هحاول اقلل خروجي مع كاهو. فتقول له خلاص تمام، بس عايز اقول لك حاجه، الغيره بتكون بين الاخوات برضه. فيقول لها انا بحبك يا ساكي. فتقول له خلاص هنكون قدام الناس اخوات وهنحاول نتحمل الحمل ده مع بعض ومش هنسيب بعض. وتبدا انها تنهار تاني. في المره دي مش بيسيبها ويقول لها اسمعي، انت دلوقتي مش لوحدك، احنا الاتنين هنكون مع بعض، هعتمد عليكي في كل حاجه وانت هتعتمدي عليا في كل حاجه وهنكون مع بعض على طول. وبعدها الانمي بينتهي. بصراحه حابب اقول رايي في الانمي، هو كان هيكون حلو لو كانت الحلقات 10 دقايق لان في حاجات كتير ملهاش اي لازمه. وتقييمي الشخصي هو 7 من 10. وبس كده وصلنا لنهايه الموسم الاول. ان شاء الله لو نزل موسم تاني هلخصه. وبس كده، شكرا على المشاهده والسلام عليكم.